مساء الفل عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب كلكم تبقوا بخير، وحلقه جديده من بودكاست المصورين. وحلقه النهارده معانا ضيف الصراحه، يعني انا متاكد ان الحلقه دي هتعجبكم، لان هي اصلا انا كنت منتظرها بقالي كتير، وضيف بيني وما بينه ذكريات وحاجات، واتعلمت منه برضو كتير في بداياتي. النهارده معانا كريم مسلم. حبيبي ازيك يا معلم؟ الفل يا ابو حميد، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام، كله زي الفل. انت ايه الاخبار؟ انا الحمد لله، انا مبسوط ان انت معانا النهارده. انا اللي مبسوط اكتر منك والله. مبسوط يعني ياما اتفقنا وما عرفناش نوفق المواعيد ولا اي حاجه، بس شوف من قبل ما افتح الاستوديو احنا بنتكلم ونقول سبحان الله، تلف واخيرا عملنا مع بعض. ده شرف ليا والله يا حبيبي يا كريم. انا هقول لك على موقف كده افتكرته من شويه. انت عارف يا كريم ان انت اول واحد تشتري لي الكاميرا؟ اشتري لك؟ تشتري لي الكاميرا لو انت فاكر تبقى جامد. طب كان لايه؟ كانت كاميرا ايه؟ لا مش متذكر الكاميرا، بس انا فاكر الوقت بتاع فرحك والجواز. ايوه ده بعد الجواز تقريبا ب3 شهور كلمتك وقلت لك ان انا عايز اجيب 5D Mark 3. رحت انا وانت بعيدا عن اسم المكان، هو مكان في الزمالك كده انت عرفته يعني ايه. ورحنا واشتريت لي المارك 3، وكانت ساعتها انا كنت مبسوط جدا بحاجتين. اول حاجه ان انت جبتها لي، يعني انت يعني كنت واثق ان انت هتروح تجيب لي حاجه كويسه، ورحنا اشتريناها. مبسوط طبعا ان هي كان مارك 3. فاكر اول ما نزلت كان مع مارك 3 ده هو يعني شبه كانه معاه رانج روفر. هنتكلم النهارده عن حاجات كتير قوي زمان ودلوقتي، بس في الاول كده انا بحب ابدا مع الناس ان هم يحكوا لنا، يعني يعرفوا نفسهم ويحكوا لنا عن مشوارهم في البدايه. في الاول مش هنطول كتير، بس في البدايه الاول عشان لو في حد ما يعرفش كريم مسلم يبقى عارفه يعني. فاتفضل. انا دايما عندي مشكله تيتو في ان انا يعني اقول للناس اعرفهم انا بشتغل ايه او مين او بس تمام هقول لك. انا احكي الموضوع من البدايه من الاول خالص. كنت وانا في الجامعه، اولا كان حلمي وقتها اشتري عربيه، وده مشكله كانت بالنسبه لي كبيره جدا. فانا كانت مش عايز اي عربيه، فانا عايز عربيه معينه. فكنت قاعد بحسب المرتب، فانا هشتغل بكام، فهعمل ايه، طب هشتغل فين؟ برمجه. بعد سيرش كبير انا هشتغل مبرمج. انت كنت في كليه ايه اصلا؟ سيستم انفورميشن. تمام. كنت ده التخصص في مودرن اكاديمي. فقعدت اعمل سيرش وخدت كورسات واشتغلت في اوراكل. اشتغلت في شركه اوراكل؟ بجد؟ والله دي من اعظم الشركات بتاعتي. طبعا شهرين 3 كده ومشيت. شكرا. انا اكتفيت كده. لقيت الموضوع رايح في حته انا مش بتاعتي خالص. انا مش بتاع مكاتب والتزام قوي. انا راجل لسه عايز اشوف الدنيا فيها ايه. وعلى فكره كانت دي غلطه مني. يعني ما في ناس بتفتكر ان هي لما تسيب شغلها اللي بتشتغله في شركه وتروح تشتغل فريلانسر كده بدون ما يبقى عنده اي اكسبيرينس، ده مشكله، مش حاجه ايجابيه على فكره. فقلت لنفسي، دخلت مجال التصوير عن طريق واحد صديق ليا كان معايا في الجامعه. انا كنت بحب قوي اعمل اديت فوتوشوب وكده، فكنت معجب قوي بالفكره يعني. فدخلت في مجال التصوير. انت معجب بفكره الاول ان انت تعمل اديت عن ان انت تبقى مصور اصلا؟ لا ما كانش في بالي التصوير ده خالص ولا في خططي، في حسبانك. انا راجل رايح اشتغل، طموحي شركه سيسكو، برمجه، هسافر بره كده. دي كانت دماغي. وخدت كورسات كتير وسيرتيفايد من شركه صن وعملت حاجات كتير يعني. في التوقيت ده كان سنه اولى تانية جامعه. وانا كان بالنسبه لي اصلا في العيله مسمينه عبقرينو. يعني انا وانا داخل اولى جامعه دي كانوا هم بيشرحوا حاجات انا اساسا فاهمها يعني. انا عارف ايه اللي بيتم في البروجرام ده، اكسل ومش عارف ايه وكلام. فبعد كده درست الحته بتاعت البرمجه وكده، لحد ما جه واحد صاحبي قال لي بص، هو بس دلوقتي في البومات وانا مزنوق كده، بما انك راجل شاطر في الديزاين في الديزاين وكده، فممكن تعمل لي مثلا شويه صور نرصها جنب بعضها كده بحيث ان احنا نعرف نطلع منها البوم. قلت له هو مش الالبوم ده الصور في اكياس كده؟ قال لي لا دلوقتي الموضوع اختلف وبقى فيه طباعه. قلت له طب تمام وريني. فلقيت صور الافراح اختلفت. قلت له ايه ده ايه المجتمع ده؟ ايه ده؟ انا عايز ادخل المجال ده. كانت شوطة الاول الصور المجنونه والحاجات دي. بالظبط. واللي هو عايز ينط ومش عارف ايه. ايوه. فالله الله ايه الصور دي وبتاع. فانا استهواني جدا الموضوع. فبالصدفه انا واقف في فرح، فلقيت الناس متجاوبه معايا، فلقيت في احساس بيجي لي كده لما بصور حد صوره حلوه فهو يفرح. انا بالنسبه لي دي كانت متعه، فاهم؟ فشويه شويه لقيت نفسي اندمجت مع الموضوع واشتغلت مصور افراح. ايوه بس انت في الاول لما كنت تنزل تجرب، كنت انت خدت مثلا كورس ولا اتعلمت التصوير ازاي؟ يعني مسكت الكاميرا فهمتها منين؟ لا على الله كده.
يعني انا ما اضحكش عليك لوحدك يعني. انا بعد كده انا قعدت ادرس وي بس لما وصلت لمرحله ان افهم اهميه العلم، اهميه الدراسه، مش اهميه الممارسه. الممارسه ممكن تخليك تأوبريت الكاميرا لكن مش هتخلي منك مصور شاطر. فاهم. فانا كانت عندي الموهبه، بس الموهبه دي محتاجه يعني تتقل بعلم. حلو قوي. فانا ما كانش عندي العلم ده وما كنتش اعرف ان ده بيتدرس وما اعرفش اعمل ايه. واعتقد في وقتها ما كانش فيه اماكن ما كانش فيه ريسورسز تصوير والكلام ده كله، ولا اليوتيوب كان زي دلوقتي ولا الكلام ده كله خالص. يعني بس انا عايز اوضح للناس ما كانش فيه انستجرام، ما كانش كان الفيسبوك ما كانش اصلا معترف بالجنيه المصري، يعني ما يعرفوش. فما اللي هو ما بيعملش اعلانات. ايوه صح. فكانت طريقه الاعلان ان احنا نروح لجروب، يعني جروب مثلا فيه بنات نعلن عندهم. لكن غير كده ما كانش فيه وسيله تانية. يعني انت في الاول دخلت مع صديق ليك عشان كنت تعمل شويه الالبومات، بعد كده استهواك فكره التصوير، اتعلمت شويه والكلام ده كله، بعد كده خلاص بقى انت سبته ورحت لوحدك وقلبت بقى بالنسبه لي تحدي. عملت ايه بقى يعني؟ كمل بقى خطواتك. انت خلاص سبت البتاع، انت شريت مثلا كاميرا ايه وقتها؟ 60 دي كانون 60 دي. يا لهوي يا كريم، انت من تحت خالص. انت من تحت خالص. تمام. وبعدين ويعني وكان معايا عدسه اشتغلت بيها، وكان معايا عدسه باي. ايوه ما اشتغلتش غير بيها، ما كانش معايا غيرها. كان معاك عدسه ايه بقى؟ الكيت طبعا هي اساسي 18 55 كانت بتعذبني يعني. وبعد كده مش عارف عدسه تانية كده كانت مش فاكر كانت ايه، يعني كانت عدسه سيجما حاجه كده. المهم ان انا دخلت في الحته دي كده، وما كانش فيه في الماركت مصورين كتير. يعني احنا كلنا كانوا تقريبا كل اللي موجودين يتعدوا على الصوابع. فدخلت. انت من جيل فادي جواني، ريمون الماركيز، راغب كان ساعتها، الناس دي صح كده؟ بالظبط. يعني الناس دي كانوا قبليك وانت طلعت في وسطيهم صح كده؟ مظبوط تمام. وفي ناس تانية واسماء تانية كتير يعني كانت برضه موجوده. كان مش فاكر والله، كان ناس كتير قوي. كان سامو ريرا، وكان انا كنت بحب شغل سامو جدا وما زلت هو صديق ليا وحبيبي. وهو كان عامل اوجو. فانا كنت حابب فكره التيم، وايه ده، ايه الناس دي، وايه اللمه دي، وايه الصور الحلوه دي، فاهم؟ فابتديت بقى اتعلم من الناس بره، بقيت اتابع ناس اجانب، ابتدى يبقى فيه ريسورسز مع الوقت بقى. بتدور بقى. وانا برضو اتحطيت، يعني تحس ان انا طلعت على المسرح مره واحده. يعني انا بدات تصوير فمثلا في شهر ابريل، شهر 10 كنت طالع مع بنت حمدين صباح، يعني مش فاكر اسمها كنت طالع معاها على القناه بتاعت صدى البلد، وبنتكلم عن الافكار فاهم؟ كريم بقى مصور الافراح الجامد اللي عامل الدنيا دي. يا جماعه انا طلعت في التلفزيون. شفتني بالظبط. ولو شوف الفيديو ده كنت شكلي صغنن خالص، يعني دقني ما كانتش لسه طلعت. فدخلت في مجال التصوير اهو، وابتديت الناس تطلبني والناس تشتغل، وابتديت اشتغل وفي ظرف في وقت قصير جبت العربيه اللي يعني احسن من العربيه اللي كانت نفسي فيها من الشغل. انت بعد ما ده نساني، خد بالك ده مشكله دي نسيتني حلمي اللي انا كنت اصلا رايح له البرمجه. انت فاهم؟ نسيت ده ومشيت ورا الفلوس. يعني انت كلنا والله دلوقتي كده. انت في الاول خالص يعني انت لما قررت خلاص ان تنزل مع صاحبك وتبدا تاخد كاميرا والكلام ده كله، انت بقى سبت الشغل كوظيفه او اي حاجه، انت خلاص هدفك انت هبقى مصور افراح. بالظبط صح كده؟ بالظبط. طب فاكر اول اوردر ليك كان ايه؟ طب احكي لي كده عليه. العريس والعروسه دلوقتي لحد النهارده هم يعني صحابي. في اول اوردر فرق عليا، يعني عمل بروباجندا كبيره، وفي اول اوردر فعلا نزلت اصوره. طب احكي لي على الاثنين. ففي اللي انا نزلت اصوره ده الناس كلموني، انا عملت طبعا صفحه على النت كريم مسلم فوتوغرافي. لا فوتوغرافي ايه؟ فوتوغرافي دي انا كان بالنسبه لي اللي هو انتوا كلكم اسمهم فوتوغرافي. لا انا فوتو ميكر. فاكر؟ ما عرفتكش انا كده. كنت عامل صفحه كده. ايوه. فناس طلبوني، قابلتهم في كافيه في عباس العقاد، وطبعا انا ما اعرفش حاجه ولا فكرت في التسعير. يعني انا رايح اقابلهم، انا مش عارف اقول لهم اخد منكم كام. انا بالنسبه لي لو ادوني 100 جنيه انا تمام. انت فاهم؟ انا عايز حاجه بس اصور بس. انا عايز اصور وعايز اطلع ماتيريال وعايز اشتغل. يعني الفكره مش عندي فلوس بس. لا انا مش مهم عندي فلوس، بس عايز اصور. عايز اخد
فراحوا جم قابلوني وبتاع، قعدت اهزر معاهم واضحك معاهم وبتاع. ما كنتش اعرف وقتها ان اول حاجه في عمليه بيع المصور، في عمليه البيعه دي انت مش شغلك. انا لو على شغلي كان شغلي وحش جدا، كنت بدائي جدا فاهم. بس هي بتبقى عمليه تراست، اللي قدامك قاعد معاك ارتاح لك نفسيا خلاص الديل خلص. الديل خلص. فاتفقوا معايا تاخد كام يا عم كريم؟ قلت له 4000 جنيه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا لا لا. وكان الوقت ده رقم كبير. ايوه ما انا مش كده استغربت. في دلوقتي ناس تاخد 4000 جنيه. ايوه ما انا قلت له 4. قال ايه 2000. لو قلت ايه تاني هنزلها 1000 وما تقولش فاهم. فهو افتكرني بهزر يعني. ايوه خدتها كده بهزار. كلتها وايه لا انا اقصد 2000 انا كنت بهزر فاهم. بس علشان ديرو خلص على 2000 ونص في الاخر يعني بكاجوال سيشن. انت كنت ساعتها غيرت الجير بتاعتك ولا انت لسه بال 60 دي؟ لا لسه بال 60 دي. انا ما انت بتتكلم مثلا في وقت الكلام ده كان ايام الثوره يعني 2011 2012 مثلا. في الرينج ده اكيد 2012 ان الثوره ما كانش فيها افراح ولا كان فيها؟ لا كان فيها طبعا. كان فيها افراح. ازاي كان فيها اشتغلت في ايام الثوره؟ ايه ده وحظر التجول وكنا بنخلص بالليل. والله مش فاكر والله يا كريم. لا ازاي ده؟ ما احنا فضلنا في الثوره دي يعني في النوش بتاع البلد ده كتير مش في 2011 بس و12 ودخلنا في 13 بس كمان. وقت 2010 انا كنت لسه جديد فاهم. يعني مثلا ابتداء من 2011 مثلا ابتديت انزل اشتغل كتير واطلب واعمل فاهم. وكان بيبقى مثلا في مشاكل في حظر تجول. الافراح كانت بتخلص الساعه 6. ايوه صح لو انت تفتكر التوقيت ده صح. كنا بنروح بدري. أيوة يعني صح. ده بالنسبه لنا كان شيء غريب، حدث رهيب. دلوقتي كنت اول مره الصبح بتروح. بص انا كنت اول مره اشوف الدي جي يوقف الاغاني عشان الاذان. انا كانت بالنسبه لي دي اول مره تحصل. دايما الافراح بتبدا بعد العشاء. ايوه صح. بس ده كان اول اوردر ليك تروح. اول كان في الماسة. فرق على فكره كانت حلوه. انا فاكر بتتكلم في سعر حلو كنت وفي اوتيل حلو. يعني مش كل الناس تبدا كده الصراحه يعني. قول لي بقى اول يعني الحته الاوردر اللي فرقع والناس بقى ايه ده مين ده؟ مصطفى ورنا. شوف انا فاكر اسمهم يعني عمري ما انساهم. مصطفى ورنا دول شباب كانت روشه جدا وعسل جدا وحبوا يعملوا كتب كتاب اللي هم كانوا كاتبين في التيشيرتات بتاعتهم لقد وقعت في الفخ. وهي فاكر انت ايوه فاكر صوروا على العربيه كابورليه لونها بينك. فاكر خلاص جمعته السيشن ده هو اول واحد نزل تقريبا طرقع وعمل بروباجندا كبيره قوي على السوشيال ميديا. لان ما كانش فيه الكونتنت ده، ما كانش فيه النوع ده من التصوير والروشنه دي ما كانتش بتحصل كتير. وهم كمان كانوا اصحابهم لزاز وعسل وكان يومهم حلو. فانا فاكر كويس اول يوم بتاعهم والصور بتاعتهم انتشرت وخدت الشله دي بقى كلها. فالشله دي كلها بقيت بعمل لهم شغل كتير واعلي بقى. يعني انا عملت هم واصحابهم وقرايبهم والكلام ده كله وهي فتحت معاك. بالظبط. دي برضو ممكن تاخدنا في حته كده بسيطه يعني يا كريم، ان مش كل الشغل ادس على الفيسبوك وانستجرام والكلام ده كله خالص. انت ممكن زي ما بيقولوا اقوى حاجه وورد اوف ماوس تقدر تجيب بيها شغل كتير. يعني انت صورت ده اساس الشغلانه دي كله بعد كده جه. ايوه دي اساس الشغلانه دي. ومش الشغلانه دي بس، اي شغلانه فيها خدمه اي سيرفيس بزنس لا هي قايمه على الورد اوف ماوس. صح. انت هتدفع كام مقابل كل عميل جديد يجي لك؟ مقابل ان انت لو عملت شغلك حلو هيجي لك عملاء جداد ببلاش. صح كده. ده هيقول لي ده وده هيقول لي ده وده هيقول لي ده وده هيقول. ودي حقيقه. وفي الاول وفي الاخر ممكن يبقى المصورين عندهم مشكله في الحته دي عشان الاعلانات اللي بيشوفوها والادز والحاجات اللي موجوده على السوشيال ميديا وبتاع. بس معلم انا عايز اقول لهم انت نسيت حاجه. انت مرتبط بعدد ايام السنه. يعني طلعت نزلت انت شغال عدد كلاينتس معين محدود في السنه. صح. فانت مش هدفك تجيب 1000 كلاينت. مش هتعرف اصلا تغطيهم. صح. انت فاهم. انت بتلعب في ال100 200. فلو ال100 200 دول عملت لهم شغلهم كويس هيجيبوا لك 100 و200 زيهم. صح. بس صح. جامد. طب خلينا نكمل بقى. يعني دلوقتي انت بدات خلاص فرقعت في السيشن. والستيب اللي بعد كده انت كنت كل ده كنت شغال لوحدك صح؟ لوحدي. كل ده لوحدك. بعد كده ايه اللي حصل؟ يعني كان الفيدباك بتاع السيشن ده اللي هو واو والكلام ده كله، كريم بدا يشتغل بقى عادي بقى اللي هو يجي له اوردرات كتير والكلام ده كله. بدات تنظم الموضوع ده بشكل عامل ازاي؟ ابتدت بقى ان انا اكون تيم ورك. يعني ده بدات معايا من هنا. واحد صاحبي
تعال انزل معايا والنبي وقف معايا وقف جنب اخوك وبتاع فينزل يقف وهكذا. فضلت واحده واحده لحد ما بقى في واحد التاني التالت الرابع. بدل ما كنت ارفع سماعه التليفون اجيب مصور، فبقت دلوقتي في 2 3 شغالين معايا ثابت اساسي. فاهم؟ اي اوردر هم معروفين خلاص بقى معاك بالظبط كده. فابتديت اكون التيم وهكذا. ففضلت في رحله يعني ايه تقدر تقول عليها تجربه لحد مثلا 2014. من بعدها ابتديت بقى اخد يعني ايه موضوع بشكل بروفيشنال اكتر مثلا. بقيت اخد الموضوع كده، وفي نفس الوقت بقى عليا العين من ناس كتير. انا بحب شغلها، مش عايزهم يشوفوني ان انا بعمل شغل وحش. بالظبط. فبقيت اشوف بره بيعملوا ايه. ابتديت بقى اقلل شويه الستايل اللي كان بيحصل. بقيت اشوف شغلي وانتقد انا بنفسي. يعني اطلع القط الفطس زي ما بيقولوا، علشان نبين ايه العيوب فحاول احلها. مش عايز ابقى ماشي يعني مش شايف نفسي. فاهم. فابتديت اطور وهكذا لحد مثلا لحد ما بقيت باخد كورسات بره. ابتديت اعمل حاجات يعني وهكذا لحد ما اتعلم حاجه لحد ما ايقنت يجي عليا وقت كده اللي هو ايه ده مفتاح نجاح المصور في الاضاءه. ومن هنا ابتديت بقى ان انا اتعلم اضاءه. لقيت ان هي ده الكي. دي اهم حاجه. انت حبيت الموضوع ودرسته، وبقى دي الحته المميزه في كريم اللي هو عايز يتفرج على صور مظبوطه اضاءتها او متوزعه حلو والكلام ده كله. خلاص بقى كريم مسلم الحته دي، عكس مثلا غيرك معروف بتكويناته، عكس غيرك معروف مثلا بالستايل بتاع الايديت بتاعه. انت معروف حاليا بفكره الاضاءه. انت معترف بكده ولا انت حاسس ان انت مميز بحاجه تانية؟ هقول لك انا ليه في مصورين كتير يعني معروف يعني حصلتني في الحته دي. ايوه تمام. علشان خاطر انا بصور، انا دايما بتابع المصورين اللي بيصوروا اعلانات. مش بتابع كوميرشال فوتوغرافي عموما. فهم طريقه شغلهم لايتنج بصوره كلين وكواليتي جدا وتوزيعات مظبوطه. فانا دايما عيني متغذيه بالحاجات دي اكتر من صور الافراح العاديه. تمام. فبالتالي لما باجي اعمل ده في فرح بتطلع الصوره مختلفه فعلا. فاهم؟ جديده. اي نعم المومنت حلو، ما هو لازم كده هاخد ده طبعا. لازم هاخد ده، بس في صورتين 3 كده لازم يبقوا بوسترايه حلوه. ايوه يعني فاهم. مش سيجنتشر بتاعت كريم يعني مش فيك بس يعني شكل الصوره كلين حلو. فاهم؟ جامد. انا بحب النوع الصوره دي جدا يعني. طيب خلينا برضو نروح لفكره. انت شايف اصلا التصوير ده مكمل معاك في الحقيقه؟ انت دلوقتي كبزنس وايز انت معاك تيم كبير هنتكلم عليه، KMB ستوديو بقى مكان وبقى معروف والكلام ده كله. خلينا نتكلم برضو ان اي مصور صغير لما بيطلع بياخد فترته، ولو نجح تحس ان هو بيغطي شويه على القديم. تمام. فانت شايف انت الزمن بيعدي، يعني لما انت تبدا تعدي بسن كبير مثلا 50 60 70 مش هيبقى عندك الطاقه ان انت زي ما بتعمل دلوقتي تنطط بقى في افراح وتهيص مع دي وتهزر مع دي والكلام ده كله. فانت مخطط للموضوع ده قدام، يعني انت عارف قدام ممكن هتعمل ايه في الوقت ان هو اكيد مش هتبقى انت احسن حد في الحته بتاعتك كتصوير او الكلام ده كله في الافراح عموما. مظبوط. بص انا فكرت في الحته دي فعلا. واتضح لي حاجه. يعني عملت في 2014 على فكره يعني بدايه تاسيس الشركه بتاع KMB ستوديوز عملتها في 2014 كورق، وابتديت اكون التيم واشتغل فعليا من اول 2018 تقريبا او 17. ابتديت الاحظ حاجه، ان في مصورين كتير شاطرين بس هم ما بيعرفوش يقوموا بالعمليه بتاعت الاوبريشن. تمام. في عمليه بتحصل، في بروسيس بتحصل قبل التصوير وبعد التصوير. هم بيهتموا باثناء بس. فاهم. عايز كلاينت خلاص. هو عايز كلاينت وخلاص. فبقيت انا بحاول اقوم بعمليه الاوبريشن 100% للمصورين. بقت دي فكره الشركه، مش ان انا بصور افراح. لا، انا بقوم بعمليه الاوبريشن بتاعت الافراح دي، وبقدم السيرفيس دي بكواليتي عالي جدا وبطريقه كويسه ومضمونه. واشغل مصورين فعلا شاطرين ممكن يتظلموا بسبب ان هم مش عارفين يديروا بيزنس. ما هو كون ان انت مصور تبقى موهوب في التصوير او شاطر مش بالضروره ان انت تبقى فاهم حسابات، فاهم ماركتنج، فاهم دعايه. مش ضروري يعني، مش بالضروره خالص. فمن هنا ابتديت اجمع الفوتوغرافرز، ابتديت اشوف موضوع الايديت. طب ده الايديت ده هو ده اللي بيعطل. فبقى دايما عندي ميشن كده بحاول اعملها كل سنه، ان انا اقلل عمليه وقت التسليم ده يقعد يقل كل شويه، بسبب ان بحط نفسي مكانهم.
انا فرحي وحضرتك انا يعني مش عايز استلم الصور مع اول مولود. ايوه عايز الصور دلوقتي. ايوه فاهم. فكانت المشكله في الاول ان عدد الايديتورز برضو قليلين، فخلت المصورين كلهم يصوروا يعني يسلموا متاخر. فمن هنا ابتديت ابجريد الشركه. عندك كل حاجه ان هاوس صح؟ يعني اديتور عندك ان هاوس، مصورين كل ان هاوس تمام. كل حاجه. لحد ما مشيت معايا كده. خد بالك انا عشان برضو اللي بيسمعني يبقى فاهم، انا مشيت معايا انا كنت يعني النوليدج اللي عندي عن البيزنس ليميتد جدا. فكنت ماشي بالحب في الاول في حاجات كتير في الاول لحد ما وصلت معايا مثلا لحد 2018 19 ابتديت اجمع شويه. اللي هو ايه ده لازم في سيستم، ايه ده انا لازم اشوف ايه ده انا بكسب كام، طب انا بدفع كام بالتحديد وهكذا. فكرت بقى في حته المستقبل اللي امتى لما بقيت شايف الارقام، لما بقيت شايف الاوردرات، لما بقيت شايف الجروس. في مقوله كده انا قريتها عجبتني جدا وانا فاكرها، ما لا يمكن قياسه لا يمكن ادارته ولا تطويره. صح. لو انت سايق بعربيه من غير عداد انت مش هتعرف توصل الساعه كام. صح. فاهم. ولا هتعرف انت كده غلط ولا صح ولا بطيء ولا سريع ولا محتاج تهدي ولا محتاج تسرع. صح. فما كانش قدامي العدادات دي اللي هي ايه، انا ما اقدرش اعرف انا عندي كام اوردر. فبقيت عشان اعرف عندي كام اوردر دي امسك الكالندر على الموبايل اعدهم. كان موضوع بروسيس صعب. طب لو عديتهم تقدر تقول لي معاك كام، دخل لك كام، صرفت كام، اقعد بقى اجمعهم. ولو جمعتهم هتعرف تقول لي صرفت كام، البروفيت كام في الاخر، البروفيت كام. فانا ما كنتش افهم يعني ايه الكلام ده. فابتديت بقى استخدم السوفت ويرز وارجع بقى يعني ايه البيزد بتاعي بقى اللي هو الباك جراوند نوليدج اللي عندي حوالين البرامج وحبي للسوفت ويرز وحبي للبرمجه. رجعت للبرمجه بقى تاني. تمام. لا لسه ما عملتش برمجه اهو. انا رحت البرنامج حسابات معروف عالميا اشتغلت عليه. تمام. فابتدى يقول لي معلومات فانا بقيت مش فاهم ايه المصطلح ده، فاعمل سيرش عنه فافهم المصطلح ده يعني ايه وهكذا. لما بقيت شايف قدامي البيزنس والبروفيت قد ايه والاوبريشن كوست بتاعتي قد ايه والنت بروفيت قد ايه، ابتديت اقف كده وافكر في السؤال اللي انت بقى قلته لي بالظبط. لان الاول ما كنتش بفكر فيه. كنت في الاول حاسس ان انا زي اللي في ساقيه ماشي وخلاص. ما انا بقول كده برضو في ايه، انت الواحد وهو صغير يا كريم هو صباح الفل بقى اشتغلت النهارده وبكره عندك اوردرين في اليوم مش عارف ايه. مع تطور السن والالتزامات والكلام ده كله تحس ان انت بتهبط. فشغلتنا برضو هي شغله ترفيهيه. فالمصور لما بيروح مثلا فرح بيتنطط وبيفرح وبيجي ومش عارف ايه، بشوف ان انت في الاخر هتوصل لسن او لليميت معين، واللي اصغر منك الكويس برضو مصور الشاطر اللي اصغر منك هيعرف يغطي عليك. مش عارف انا بحسها كده. فعشان كده كفكره تصوير يعني احنا دلوقتي اتكلمنا وسالتك السؤال انت قلبت الموضوع. انا اسف ان انا فعلا انا ممكن اكون جاوبت في حته ابعد من السؤال بس هرد عليك في النقطه دي تحديدا. انت فهمت قصدي بس طبعا تمام. الشباب الصغيره بيبقى عندها باشن اكتر بالزبط. من الحد اللي بقاله كتير في المجال ده. بالظبط صح. ده رقم واحد. بس اللي بقاله كتير بقى عنده خبره فبيبقى برضو عنده شيء احسن من التاني. انا فاهم. والنقطه الثانيه انا هقول تمام. النقطه الثانيه المواكبه الجيل بقى. يعني انا كنت الاول بصور ناس اكبر مني سنا. دلوقتي انا بقيت بصور ناس اصغر مني ب10 سنين. صح. فبقيت في فرق جيل بيني وبينه. انا بقيت اهتم بالفوتوغرافي والصوره وهو بقول لك بعد اذنك بس ممكن اصور ريل. ايوه. فبقى بالنسبه له اهتماماته اختلفت عني. انت اللي بتقوله ده يا ابني انت فاهم قصدي. انا بالنسبه لي موبايل يعني فانا طبعا هو اهتماماته اختلفت عني 180 درجه بحكم جيله وبحكم وقته وبحكم سنه. بقيت ساعات وانا بتكلم مثلا ممكن اتكلم مع عروسه اقول لها كلمه يعني مثلا كلام تقيل هي مش فاهماني يعني. ايوه فاهم. هي بتقول لي انت واخد الموضوع جد ليه كده. أيوة. يعني انت فاهم. انا عندي 20 سنه انت مالك في ايه بالظبط. ايوه صح. لكن الشباب الصغيره بتبقى مواكبه نفس ده وبيبقى عنده الباشن انه يقعد. يعني انا في الاخر كان سؤالي عشان برضو ابقى واضح اكتر اي فكره ان انت هل فكرت ان انت لما تبقى سنك مثلا في 60 او في 70 انت في حته مش هتقدر زي يعني اللي قصدي انت مش هتقدر تواكب الجيل اللي هيطلع. ما انت خد بالك معلش المصورين وخصوصا الافراح هقول لك ايه كل شهرين
في حد بيطلع، مش شرط ان هو بيكمل، لان التكمله دي بتبقى عايزه حد فعلا قادر. مزبوط. بس في الاخر في كميه ناس مصورين بتطلع بشكل كبير، فهل انت في السن ده تقدر تواكب او لا؟ فده كان سؤالي. اعتقد ان انت فكره ان انت بقى ايه قلبت من كريم مسلم كبيج او كحاجه كموضوع يبقى كوربريت، بقى عندك تيم، بقى عندك اسس، بقى عندك سيستم، ده هيساعد في المستقبل اللي انت ممكن تبقى قاعد تشتغل كاسم. بالظبط. فاهم؟ يعني المصور ده جاي من عند كريم من KMB، خلاص مضمون 100%. فاهم؟ عكس ان انا عايز KMB نفسه. عايز اسالك سؤال برضو، هل انت فكرت تتغير مجال تصويرك في مره؟ كتير. يعني انت مينلي انت ويدنج فوتوغرافر كتير. رحت لفين بقى او وصلت الليميت ايه؟ يعني قول لي انا جربت كذا وصلت له كذا، وجربت كذا وصلت لكذا. بص هقول لك على حاجه في مهنتنا دي. يعني مثلا ايه لما بتيجي تعمل جروس بلان اللي انت تقصدها اللي هو بعد 20-30 سنه انا هبقى فين. فيا اما انت يعني مهنتنا دي يا بتتوسع فيها فيرتيكال مش هوريزونتال. كويس. هوريزونتال لو انت بتبيع منتجات فممكن تعمل انواع منتجات مختلفه، لكن انت تفضل طول عمرك بتتعامل مع نفس الكوميونتي بنفس الناس بنفس الطلبات. حلو. فاخرك ان انت تجروس فيرتيكال. اوكي. يا اما تسويتش المجال خالص. حلو. فانا لما جيت اجروس عشان ازود عمليه الاوبريشن. ليه؟ علشان اجيب مصورين شباب صغيره جديد كتير هي اللي تشتغل، هي اللي تواكب الجيل ده. صح. وانا بقوم بعمليه الاوبريشن بما اني انا عندي خبره في المجال ده وبقيت عارف احتياجات الكلاينت عايزه ايه، وانت كمصور عايز ايه، والماركتنج عايز ايه. دي يعني في الاخر الفكر دماغي ان انت تبقى لما توصل لحته معينه تبقى اوبريشن بس قاعد طبعاً بتنظم الدنيا كلها. وده انا بعمله في خلال السنين على فكره دلوقتي. يعني انا دلوقتي عدد الاوردرات بتاعتي كانت الاول اكتر من الشباب اللي معايا، دلوقتي بقى هم اكتر مني يكاد الدبل. انت بس بتنزلش غير حاجات معينه وهم اكتر شغلا. تمام. بالظبط. فاهم؟ هم الاكتر علشان خاطر انا بديهم فرصه هم، وانا بتجه لمجالات تانية. نقطه بقى ان انا افكر ان انا اسويتش التخصص نفسه ده ضروري. ده كده ضروري. ده ضروري. لان احيانا في تخصصات بتبقى مش محتاجه التالنت اكتر من الاكسبيرينس. زي مثلا تصوير الاعلانات ده مش محتاج حد تالنت، ده محتاج حد اكسبيرينس. يعني نقدر نقول عليه بلغه الشارع صنايعي. تمام. تمام. عنده بريف يعرف يحققه فيجوال، عايز يحقق ده يحققه. انت فهمتني؟ انما ممكن في الويدنج ممكن حد يطلع من مكان مش قد كده طلع منه صوره واو. ده حاجه ده ارتجال. اوكي. تمام. درست اخراج في وخدت يعني كورسات وحاجات كده في الجامعه الامريكيه. حلو قوي. واشتغلت في مجال الاخراج ونزلت مساعد مخرج في كذا حاجه واتمرنت مع مخرجين كبار. انت رحت فيديو اصلا، مش غيرت مجال تصوير فوتوغرافي، انت رحت فيديو. انا الكلام ده في 2018 مثلا. بدايه الوقت ده. حبيت قوي الموضوع واستهواني جدا. ودرست الموضوع بتعمق يعني. بس بعد كده لقيت نفسي لا انا مش هينفع. انت قعدت فتره تنزل فيديوز كده، انت عملت فيديوز تقريبا. ايوه انا مغنيين صح. انا جمعت اهو برضه ووقفت مره واحده. وقفت مره واحده. ده ليه بقى؟ ما حبيتوش يا راجل بعد كل ده. لا يعني مش انا اللي انا بحب افرك. انا بحب اقعد اعمل بروجكتس كتير. الاخراج بيخليك تقيل في حركتك شويه. يعني مثلا المخرج الجامد قوي اللي بيعمل فيلم هيعمل كام فيلم في السنه؟ يعمل فيلم لو هو الموضوع مش مادي. بص ماديا رقم 1. 2 البروجكت والشغل. انا بعد ما وصلت السن، بعد ما بتعدي 30 بتقف كده تقول لا انا عايز أأمن مستقبل عيالي. عايز اشتغل صح وعايز اقف على التراك صح وعايز اشتغل وما اضيعش وقتي وما اعملش وما اسويش. فاهم؟ مش يعني هو كله بيسحب على 30 يا كريم تقريبا. انت بعد سن 30 ده بيجي منبه في المخ. انت بتبقى قبل يعني فتره العشرينات دي انا بسميها فتره الباشن. فاهم؟ بس فتره الثلاثينات بتبقى فتره المسؤوليه بقى. ايوه صح كده. فاهم؟ وبعد ال40 بتبقى فتره الخبره بقى. فاهم؟ حلو قوي. يعني انت في الاخر رحت لناحيه الاخراج وما لقيتش ان الموضوع ليه بقى؟ لاسباب كتير. يعني مبدئيا لو افترضت ان انا سعري نفس سعر اغلى مخرج في مصر
طب ما انا ممكن اعمل فلوس اللي بيعملها دي في الويدنج. فانت كده بتقول ان التصوير او كفكره الاخراج كانت بالنسبه لك فلوسها اقل من فكره التصوير عموما كافراح او الكلام ده كله. بص احنا لو جينا نقيس الاوردر او الجوب اللي هيجي لك ويدنج اكيد هو اقل بكتير من اللي هيجي لك وانت مخرج. بس انت الاوبورتيونيتيز بتاعتك ايه؟ يعني لو انا سني بلعب في العشرينات، انا محتاج اتعرف على ناس اكتر، محتاج اشوف ناس اكتر، محتاج يبقى اخلق فرص مع ناس وعلاقات، ومحتاج اخد خبرة في الحياة وفي شغلي. فاكيد وقتها هيبقى اختياري للويدنج احسن. فاهم؟ وانت خصوصا كنت مسمع خلاص بقى انت في الويدنج، انت معروف يعني. وكمان في مشكله، هو في ناس بتبقى فاهمه التطور الطبيعي للمصور، يا رب اشوفك مخرج يعني. يعني لا، هو كل واحد ممكن يبقى في مجاله ناجح وشاطر. الاخراج حلو، في فلوس كويسه، بس الفلوس اللي في كويسه فيه ده كم بروجكت في السنه. مش هتعمل مثلا 30 فيلم في السنة. صح، هو فيلم واحد اخرك واحد، وممكن تشتغل سنه واثنين ثلاثه. لا ايوه صح، فاهم. طب انا ايه اللي يخليني اعمل كده؟ طب الكورس او تعليمك للاخراج هو فادك في ناحيه التصوير اصلا، ولا هو ملوش علاقه جدا فادك جدا جدا. من ناحيه ايه يعني؟ ما هو ده بقى يعني ده اللي انا يعني حلو ان انت قلت لي السؤال ده. بص احنا في حياتنا لا نملك الا مهاره. طول ما انت مش بتقدم سلعه، ما بتصنعش شيء، فانت بتقدم خدمه. الخدمه اللي انت بتقدمها دي عن طريق مهاره، فلو نميت مهارات عندك مختلفه كتير اكيد هتفيدك. الاخراج فادني في ايه؟ فادني وانا باجي اصور فيديوهات. بقيت دلوقتي بعمل حاجات كوميرشال، بقيت اعمل اعلانات لناس لو بادجت، بقيت اعمل كليبات، اعمل اي حاجه، لان انا بقيت عارف يعني ايه حركه كاميرا، يعني ايه تصوير، بروديوسنج بقى، عمليه البروديوسنج كلها على بعضها. ازاي اجيب المونتير الشاطر اللي يفيدني في البروجكت ده، مين المصور اللي هيبقى كويس في الحته دي، ايه حركه الكاميرا المفيده ليا في الموقف ده. الاخراج علمني ده. علمني كمان التصور، يعني ان انا ابقى متخيل شريط قدامي من اول مشهد فيه لحد اخر مشهد. تمام، انت فاهمني. انا قصدي لا، انما الافراح مثلا كانت علمتني الارتجال في ان انا وانا برتجل، بس هي معظم فعلا شغلها ارتجالي. انت مش بتبقى مخطط اي حاجه، واللي انت هتخطط له هيبوظ. انت فاهمني. فاهم قصدي. انا قصدي هو فادك من ناحيه تصوير الافراح كفوتو مش كفيديو، يعني مثلا وسع دماغك، بقيت تشوف الكادرات اللي بتصورها كفوتو بشكل تاني غير الشكل الاولاني، تكوينيا مش عارف ايه الكلام ده كله. حتى فادك في توزيع الاضاءه مثلا في الفوتو طبعا. على فكره بس هو توزيع الاضاءات في الصور اسهل بكتير من الفيديو طبعا. بس خليني يعني اطلع كادرات سينماتيك. يعني هتلاقي في الفترة اللي هي 2020 و19 كده كنت بقعد اطلع كادرات سينماتيك ولوكي وبتاع وحاجات كده. ده انا اتعلمته وانا بتعلم اخراج. عارف حركة الاضاءة هتبقى فين والتصوير هيبقى فين والكلام ده كله. كمان بتفيدني مش في تصوير الويدنج كفيديو، انا مش بصور فيديو بنفسي كتير، انا زهقت يعني بصراحة. كانت اكتر حاجه متحمس لها واكتر حاجه ما بحبهاش دلوقتي هي تصوير الفيديو افراح. بقى تيم، هو اللي معايا ناس حابين الموضوع، لكن انا لا. ابعدوا عني. مش عشان حاجه، انا ما بعرفش في الفيديو بقى، ما ينفعش ارتجل، ما بعرفش. يعني لازم تبقى الموضوع مبني على قصه ستوري. فاهم. لكن اخلق ستوري كده من ما فيش بتاخد مني وقت كبير، وفي الاخر هي ماما ما جاتش في الفيديو ليه، هي تيتا ما جاتش ليه. الاسئله الغريبه اللي بتسال دي في صوره معينه انا مش لاقيها. في نفس الوقت الكلاينت هو عايز انا بصور له هو، يعني هو الفيديو بتاعه. لازم عيلته كلها تظهر، ولازم الناس كلها ففي معايير تانية في موضوع الفيديو بره الاخراج والسينما والكلام ده ملهاش علاقه خالص بالويدنج. ملهاش اي علاقه. ده اللي جابني هنا. ملهاش اي علاقه ومش حاجه وحشه يعني، بس في الاول وفي الاخر دي شغلانه ودي شغلانه تانية خالص. وبالمناسبه يعني الناس اللي بتشتغل في الاخراج، في مخرجين كتير حبايبي واصحابي هم حابين ده. لكن وممكن ما تلاقيهم مش بيحبوا التصوير للاسف. هي عندنا هنا يعني احنا كلنا عارفين ان هم 5-6 هم مخرجين اللي جامدين. فاهم. والباقي مقاولين. مقاول. هو جاب مخرج، جاب كذا جاب كذا جاب كذا جاب كذا، واللي المنتج بيقوله هيمشي، والموضوع ماشي كده. مش ماشي رؤيه وفيجن لا 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 لا، مفيش الكلام ده. لا لا لا, لا خالص. طب وعلى ايه؟ طب ما انا خليني في حتتي اللي انا بحبها واللي انا عامل فيها نيم كويس، براند نيم كويس. حلو قوي. بس طيب يا كريم، احنا دلوقتي عندنا فقره في النص، بحب كده نعمل فقرات في النص اسمها الصراحه راح.
تمام يعني. في الاخر فالسؤال اسالك تقول لي كده ايه وش من غير لف ولا دوران. اول سؤال لف ودوران من غير لف ودوران. مين منافس كريم الدايركت في السوق؟ انا حسيت ان السؤال صعباني. ايوه والفقره صعبانيه. فقره صعبه، ده لسه في اسئله كتير. وش كده. وخلينا بس عارفين هو منافسه شريفه عفيفه، وفي الاخر احنا في المجال كلنا اصحاب وحبايب وبنقعد على القهوه بالليل وصباح الفل. بص هو انا ما يعني لا انا مش عايز ارد عليك رد دبلوماسي. أيوة. عرفنا انا صريح. ايوه عشان احمد سعيد رد دبلوماسي قوي فملوش لازمه. انا عايزك وش كده. لا انا صريح جدا. انا مش معترف بواحد يبقى رقم واحد ولا يبقى في منافس واحد. انا اي حد بيقدم سيرفيس كويسه هو منافس ليا. كويس. انت فاهم؟ اي حد بيبيع في الفئه السعريه بتاعتي يبقى منافس ليا. بالظبط. حلو قوي. انت فاهم؟ فاي حد منهم منافس. ده رد دبلوماسي برضه. مش دبلوماسي يعني. يعني هقول لك يعني مش عارف اقول لك انا مش حافظ كل الناس اسعارهم ايه بس يعني تقدر تقول اكتر حد ممكن اقارن بيه كريم الشريف. وكريم حبيبي وصاحبي واخويا يعني ما فيش اي حاجه خالص. لكن بيلعب في نفس الرينج بتاعك، في نفس الحته بتاعتي. فبالنسبه لك ده الكومبيتيتور اللي قدامك صح كده؟ بالظبط. ما اقربهم جامد. ايوه كده. احب الناس اللي تقول اسامي. الناس اللي يقول لك يمين وشمال لا انا عايز اسم كده على طول. طيب برضو التصوير بالنسبه لكريم بيزنس بحت ولا هوايه وحب؟ حاليا الاثنين بس. حاليا بيزنس بحت. انت دي اكل عيشك، دي شغلانتك، ده حياتك كلها بعد كده. دي اضحك عليك؟ لا صح. قلت الصراحه ايوه صراحه. لا الهوايه دي كانت زمان. دلوقتي ما يحركنيش هوايه انا. ايوه عايزين دولارات. لا في بيزنس. لا صح وحقك على فكره. يعني انا راجل بفهم في الحته دي قوي. انت عايزها هديها لك بفلوس. انا يعني يوتيوب كان برضو باشن وشغف والكلام ده كله. لما وصلت الحته ان انا عايز فلوس من الاخر، اليوتيوب ده هيجيب لي فلوس هكمل، مش هيجيب لي لا ادور على اكل عيش الصراحه. وحل الدنيا الصراحه بقى صعب كمان. خلينا عشان يعني كون ان انت تحب يعني ده ملوش علاقه على فكره بان انت تقدم بقى كونتنت ولا لا. فاهم. انت لو راجل بتقدم كونتنت كويس وبتفيد الناس كويس اكيد هيبقى بيزنس حلو وحب وهوايه والكلام ده كله. جامد. هو العادي ان انا بسال 3 اسئله بس انت محتاج ان اسالك 20 سؤال الصراحه. طيب خليني اسال السؤال ده. رتب لي المصورين اللي هقولهم لك دول من الاجمد للاقل. انا مين طيب عشان ارتب؟ كريم مسلم من وجهه نظره ولما بتفرج على صور. اصل بص اكيد كلنا بنتابع بعض او بتشوف بعض والكلام ده كله حتى لو بنسب معينه. فرتب لي المصورين دول من الاجمد يعني الاجمد الى الاقل. من قبل ما اسمع الناس انا اسف. ايوه هو اللي قال ارتب فانا هرتب. وبرضه عشان الناس ما تزعلش الموضوع ملوش علاقه ان هو حلو او وحش، انت بس الاحسن بالنسبه لك للاقل. طيب ابو طالب انتيكا. انت ليه تضحك ليه؟ اصل انا عارفه يا كريم ويعني ايه وعارف دماغي بتفكر ازاي. ابو طالب تمام. انتيكا، كريم الشريف، فادي جواني، محمد رمضان، اسلام عارف. لا انت جبت الناس مالهاش اي علاقه ببعض. ماليش دعوه بذوقك. انت شايف ان الناس دي فعلا مصورين افراح حلوين بالترتيب، كلهم حلوين، كلهم ليهم سوق. انا مش عايز بس يعني هقول لك على حاجه. يعني اقول لك على حاجه. اكتر حد فيهم طبعا بالنسبه لي قيمه وقامه هو فادي جواني طبعا، مع احترامي للجميع. ايوه فاهم تمام. بس مثلا هل عمرك تشوف ان انا صورت صوره شبهه او شبه شغله؟ ما هو بص كلهم تحس ان هم ستايلات مش مختلفة. معنى كده ان انا ما بحبش شغله. فاهم. ممكن ما احبش ستايل الايديت بس انا محترم جدا عقليته وثقافته وعلمه. عشان كده بقول لك رتبهم لي بوجهه نظرك. يعني برضو انت برضو جايب اسماء ما يتحطوش يعني بص ما يقارنوش. انت لو سالتني السؤال ده ترتيبي هيبقى غير ترتيبك تمام. ليه؟ وجهه نظر انا في الاخر وجهه نظر كريم. خلاص هنحط فادي جواني فوق رقم 1. هقول لك الباقي: ابو طالب، انتيكا، كريم الشريف، محمد رمضان، اسلام عارف. تاني واحد مين؟ تاني واحد مين؟ ابو طالب، علشان خاطر انا بحس ان هو مجتهد جدا. حلو. وبيقدم فعلا حاجات مختلفة وبيطلع من مكان يعني مش ملوش اي حاجة حاجة جامدة جدا بالظبط. فهو يعني بيحاول يطلع حاجة واو وحلوة وفراغ كده. يعني كل مرة عايز يطلع حاجة جدا. انا بحب اللي بيتحرك كتير، ما يبقاش خلاص خد ستايل ومشي عليه يعني. فاهم. فهو كويس في الحتة دي. فادي جواني، ابو طالب. تمام. خلينا نقول قول الاسم والحتة الجامدة بتاعته او اللي بتعجبك فيها.
خلاص كده ناقص انتيكا، كريم الشريف، محمد رمضان، اسلام عارف. هم الثلاثه كويسين. ما ممكن نقول كريم الشريف. ماشي تمام. كريم بيطلع كواليتي الى حد ما كويس. مجتهد في شغله. وكلمه مجتهد دي حط تحتها 100 خط. والا ما كانش وصل للنجاح اللي هو وصل له. ايه تاني؟ انت قلت لي مين تاني؟ انتيكا، محمد رمضان، اسلام عارف. محمد رمضان بعد كريم. يعني هو برضو عمل شغل كويس. وبقى بيطلع كواليتي حلوه. عايز اقول ان محمد رمضان هو تقريبا اجدد واحد في كل الاسامي. اجدد واحد عارف. في كل الاسامي. اسلام عارف من زمان قوي، ممكن يكون مع ابو طالب، لكن الباقي كلهم رمضان عارفه من زمان. يعني انا عارف محمد رمضان. انا عايز اقول لك برضو بالصدفه ان رمضان عرفت ان هو كان من في CBC في 2011. ايوه، ما انا عايز اقول لك قلت له انت كنت معانا وبتاع، قال لي والله العظيم كنت معاكم. ايوه، ونزل معايا قبل كده من بدري. يا لهوي. فهو من يعني تقريبا هو يعني لا يعني مش اجدد واحد. مش اجدد واحد. ممكن ده ممكن ابو طالب اجدد منه. ممكن مش انا حاسس ان هم طلعوا مع بعض، فاهم في الحته دي. مش متابع التوقيتات بالظبط يعني. ماشي، انت كده ناقص اسلام عارف وانتيكا. اسلام يعني بيصور ستايل قريب مني انا عارف. وتوزيعاته في الاضاءه لطيفه، بيطلع اللي هي الصوره الكلين الكريسبي لايت واللي هي ما فيهاش اي حاجه دي. نظيفه. واخيرا وانتيكا برضو حد جميل. انا يعني شفت له شغل برضو. هو بيحب يطلع حاجات من يعني بيتفرج كتير على اجانب وبيحاول يطبق ده بطريقه كويسه يعني. جامد. بس انا والله تصنيفي من وجهه نظرك ملوش علاقه ده حلو ولا وحش، كلهم على راسنا، كلهم حلوين اون سبوت والله. جامد. لا كريم ما شافش اي اسئله على فكره، عشان لو حد عارف. انا عاجبني الفقره دي، انا هكمل فيها معلش. خلاص طيب. عايزك تسمي لي 3 مصورين انت شايف انهم مش واخدين حقهم. تعرف انا عارف الموضوع ممكن يبقى صعب انت تركز في 3 مصورين مش واخدين حقهم، بس تعرف حد في دماغك او حاجه؟ اصلا انا ايش عرفني ان هو مش واخد حقه؟ ان انت شايف ان ده بيطلع شغل جامد جدا احسن من ده المشهور ومطرقع وعامل الدنيا كلها. خلي بالك. طب انا عايز اقول حاجه كده بالنسبه للناس اللي بتسمعني برضه. هو مقياس الشهره ميزه وعيب. حلو. خلاص يعني في مصورين كتير عندنا هنا في مصر مش مشهورين كاسماء، بس جامدين، بيبيعوا غالي جدا وبيشتغلوا مع طبقه كويسه جدا. واسعارهم عاليه. زي لميس مثلا. لميس مثلا شاطره جدا. شاطره جدا. ممكن ما تكونش في الفيلد مشهوره وبتشتغل مع كلاينت كويس جدا. وبتطلع ريزلت مبهره. يعني مش هقول لك تمام، لا مبهره. لا ما شاء الله عليها. بس هي مثلا ممكن يبقى هي بقى كشخص مش محب للظهور. ايوه، مش الشخص اللي مش عارف ايه والريلز والكلام مش بتاعت الحاجات دي. ده اللي انا عايز اقوله. اللي هو مش مقياس خالص انك تبقى مشهور في انك تبقى ناجح او بيخش فلوس كريم كتير. ما تهربش من السؤال يا كريم، ما تهربش. ادي لميس اهو تستحق مكان احسن. يعني كشهرة مش مكان كتصوير. لا هي على وضعها بصراحة. على وضعها جدا. حد تاني؟ طيب انا عارف ان السؤال ممكن يكون صعب ان انت تقدر تجمعه دلوقتي، بس هل انت في حد تاني في دماغك شايف ان هو مش واخد حقه في التصوير يعني بيطلع شغل جامد قوي وممكن ما يكونش اشهر حاجة او الكلام ده؟ ممكن مش عارف. مش فيش حد في بالي والله. يعني فعلا ما فيش حد في بالي. او اللي جم في بالي هم اوريدي تمام مشهور يعني. تمام. موجودين يعني، فاهم؟ ماشي، هعديها لك يا استاذ كريم. ماشي. الله، الاسئله جامده جدا، اصل انا عارف اجاباتك كده. طيب، جالك قبل كده فيدباك وحش عنك سيء؟ اكيد. عملت ايه؟ فاكر موقف؟ طبعا. كان ايه؟ طيب تعرف تحكي؟ من ضمن الحاجات ان انا مثلا جت عليا وقت كنت عصبي. ده انت في سؤال. لا استنى، لو على ده اتقل عليه. كنت يعني فممكن الناس ما تبقاش مدركة ان الشخص ده ممكن يبقى في حياته مشكلة. او انا نفسيا
يبقى عندي مشكله ما تخصش اليوم ولا الاوردر ولا التصوير. بدون قطع كلامك انا اسف يعني، بس عشان انا فكره العصبيه دي انا هكلمك فيها فوق. اوكي تمام سيبها. انا قصدي خلينا نرجع للسؤال. مشكله حصلت، مشكله حد اشتكى بسبب حاجه مثلا، حد دخل على الفيسبوك في جروب قال كريم ده مصور سيء. ما انا هقول لك ده نتيجه ايه يعني. ماليش دعوه نتيجته. بص حصل ولا لا؟ حصل بس قليل جدا. قليل جدا جدا. اتعاملت ازاي بقى؟ سيبك من السبب، تعاملت ازاي مع الموضوع؟ لازم ارضيه. رضيته يعني؟ كده ده الاساسي، ده رقم واحد. تمام. بس يعني انا بقول لك بقى كان السبب ايه. السبب ايه يعني بقى؟ يعني هو ما انا دايما بعرف مثلا لو حد اشتكى من حاجه اعرف اشتكى ليه، هو اتضايق من ايه. فاهمني؟ فممكن يبقى اتضايق من اتيتيودي، ممكن اتضايق من النتيجه اللي انا طلعتها. معظمهم ما اتضايقوش من النتيجه، ممكن يبقى حد اتضايق من تصرف. كان بقى الفيدباك ده كان تصرف. انا كان عندي مشكله، واللي كان سبب رئيسي في ان نعالج المشكله دي كان تامر حسني. تمام. كان هو السبب. اللي انا لما اشتغلت معاه سنه مثلا كنت بلاقيه مثلا يبقى متضايق في خناقه، في مشكله، في حاجه عامله له، كان بيتخانق بسبب او متضايق بسببها. وفجاه يدخل على الناس واحد تاني. فاهم؟ فلما مره يعني مثلا حد يساله او حد يقول لك هم لهمش ذنب، هو اول مره يشوفني فمش هينفع ياخد عني الانطباع. أيوة ده صح. انا اتعلمت منه الحته بتاعت ان انا افصل. انت متضايق في حياتك ما تشتغلش. كريم الصراحه ايه تعبتها متاخر قوي الصراحه. لا انا يعني ما اظنش ان انا من بعد مثلا 2019 2020 من بعد ما اشتغلت معاه انا بطلت الحركه دي خلاص. بطلت ان انا اتعصب. وكان سبب تعصبي ايه دايما؟ الناس اللي معايا. ايوه ما انا كنت لسه انا عارف. اصل انا كنت معاك والله عارف. يعني انا عارف اجيبك منين كده. انا اروح مزعق. كل تفكيري وكل اللي كان شاغلني وكل اللي كان معصبني ان انا عايز اطلع نتيجه معينه. وفي الاخر اصلا المشكله ان انت اقلب الهيد كده بس، مش اكتر ولا اقل. الموضوع ابسط من بساطه. ولو ما عملتش اللي انا متعصب عشانه ده ما حدش هياخد باله. ايوه صح. بس انا كنت متعصب عايز اطلع نتيجه معينه، وفي الاخر لقيت ان ايه ده، انا بفقد حاجات كتير مقابل ان انا بتعصب عشان اطلع النتيجه. خسرتك كتير صح؟ يعني لا انا ما اظن كتير. لا انا في المقابل كنت لطيف مع الناس، وفي المقابل كنت بطلع فعلا ريزلت كويسه. يا سي كريم احنا كنا بنخش على افراح تتخانق مع بتوع الاضاءه وتتخانق مع مش عارف ايه والكلام ده كله. اصل انا حضرت معاك يا باشا افراح كتير قبل كده. بص انا بعترف ان انا مثلا في بدايتي دي كانت مشكله يا كريم. أيوة مشكله كبيره قوي فيك. انا كانت في بدايتي ان انا كان عندي مشكله في الكوميونيكيشن سكيلز. كويس. كنت زيرو كوميونيكيشن سكيلز. ممكن اتعصب على فلان واتضايق من فلان، وبعد كده ادركت ان انا محتاج انمي المهاره دي عندي. ان ما ينفعش ده هي دي اهم من التكنيكال اللي انا مهتم بيه. وهي دي الغلطه اللي انا وقعت فيها، ومصورين كتير جدا بيقعوا فيها، ان هم بيهتموا على بالتكنيكال سكيلز اكتر من السوفت سكيلز. سوفت سكيلز اللي هو مظهرك، طريقه كلامك، الكرييتيف كلام، يعني اسلوبك انت في الحوار، الاندرستاندنج سكيلز، انك تبقى فاهم اصلا الكلام انت عايز ايه، وايه اللي يحبه وايه اللي ما يحبوش، وتتعامل معاه ازاي وما تتعاملش ازاي. كل التفاصيل دي ادركتها مع الوقت. فاهم؟ اكيد كان عندي مشاكل في الحته دي كوميونيكيشن. لا انا كنت بتعصب على فلان واتخانق مع علان. انت بتعصب بس. ايوه كان خلقي ضيق. ايوه ممكن صح كده، كان خلقي ضيق. كان خلقي ضيق. بس برضه خلينا نقول حاجه للحق، انت خلقك ضيق عشان شغلك يطلع احسن، مش شن في المطلق. ممكن انت مش قادر تتحكم في ده وبتطلعه بشكل عصبيه. بس انت في الاخر يعني بتشتمش واحد عشان انت مثلا بتتكبر عليه. لا انت في الاخر دي المشكله. يعني انت قلت لي خسرتك كتير، بس هو انا من النوع اللي بعترف بغلطي، بس اللي هو لا ما خسرتنيش فعلا كتير. لان كان في المقابل الناس بتوصل لها الحته اللي انت بتقولها دي. تمام. اللي هو انا اتعصبت عشان خاطر قلبي عليهم. فاهم. عايز اطلع حاجه كويسه، بس في الاخر بقيت اوازن ما بين الموضوع ده وما بين ان انا اطلع حاجه كويسه من غير ما اوتر الدنيا. لان اتضح لي ان انا لو زعقت مع حد معايا او زعقت لحد اللي انا بصوره اتوتر. تمام. طب انت قبل كده اتحطيت في مقارنه ما بينك وما بين مصور والتاني قال لك كسب يعني؟ وارد كتير. ليه؟ تعرف اسباب؟ كل واحد السعر. لان برضو يعني في البودكاست بتاع السعيد كان قاعد يلف ويدور برضو ان هي في الاخر سعر. بس انا قصدي ايه يعني؟ لا بص، اصل هقول لك على حاجه. في ناس مش فارقه معاهم السعر. وخلينا نتفق على حاجه، موضوع السعر ده اخر حاجه. ليه؟ لان احنا ارخص بند في الفرح. فعلا. ايوه صح. يعني لو انت مشيت ورا الموضوع كده
تصوير الصور او الفيديو هم ارخص حاجه في الفرح. صح والله. فسعر ايه اللي بنتكلم فيه؟ انت فاهم؟ تدفع الميك اب كام والشعر يا كام باشا الزفه اغلى منك. انت فاهم؟ ايوه يعني الرقاصه اللي هتيجي ترقص اغلى منك. صح. انت فاهم؟ ميك اب وشعر اعلى منك. الفستان اعلى من الليله دي كلها. انت فاهم؟ رقم واحد. يعني ففي بنود كتير اعلى منك بكتير جدا. فمش موضوع السعر، موضوع الراحه النفسيه. موضوع هي في الاول وفي الاخر ارزاق. خلي بالك. يعني ساعات بيبقى محجوز معايا حاجه وتلف وتروح لحد، وكذلك العكس. فانا دايما مؤمن بالله ومؤمن برزقي، ان انا ما حدش هياخد اكتر من رزقي، فما بتضايقش لما حد ما يحجزش، حد يعني مش في بالي. وخصوصا ان انا مش بتارجت كميه. ايوه صح. انت بتسلكت انا فرح في الاسبوع. فاهم؟ اخري فرحين. يعني اكتر من كده لا. لان عندي حاجات تانية. عشان تقدم كمان كواليتي بشكل احلى بكتير من وسلم اسرع. صح كده. ده صح. مهم بالنسبه لي. طيب لكن الحاجات دي بتبقى راحه نفسيه. ممكن يبقى في واحد يشوفني فيجي ايه رايك فلان ولا فلان، فممكن انا بتخيل السيناريو، فممكن عايز يشوفني كده فالواد ده دمه تقيل مثلا. ما هو عادي يعني. انت فاهم قصدي؟ يعني بتبقى في مواقف اللي هي راحه كده، يعني اللي هو بيبقى ربنا بقى كاتب الرزق ده لحد تاني، مش ليا انا. صح. هي كلها ارزاق زي ما قلت. في حد قبل كده من مصورين في الفيلد لف ودار على حاجه عشان ياخد اوردر منك او ياخد شغل منك او ياخد الكلام ده كله، عشان طبعا نسمي حاجات دي كده، بس هو هل حصلت؟ ده كتير يعني قوي ولا ايه؟ مئات المرات. ده فعلا. طبعا. كتير جدا. وبيجي لك وبتعرف يعني. كتير جدا. تعمل ايه بقى؟ بص انت مش هتمشي تربي الناس. فاهم يعني؟ براحتك. ابويا قال لي كده. قال لي مش هتمشي تربي الناس. وبقيت بارد. عادي. خد الاوردر خلاص صباح الفل. ما هو هي دي الحته اللي هي البليف اللي جواك، اللي هو الايمان. صح يا كريم. معلش برضو انت في حته لو حتى الاوردر راح، ما اعتقدش انت في وقت حاليا او في مستوى دلوقتي ان انت تفكر في حاجه خلاص ما يروح، في مليون غيره. فاهم؟ ايوه انا قصدي لو حصلت كده وانت في الاول اكيد تاثيرها هيبقى مختلف. يعني انت خدت البتاعه دي اصلا، مش بقول لك ان هو جه كان عنده اوردر وراح له. فاهم ولف ودار عشان ياخده منك. بص هقول لك. يمكن انا دلوقتي بقيت يعني بعد فتره، بعد ما بقى عندي نوع من الوعي. أيوة. ونضج شويه. فابتديت اؤمن ان الموضوع ليه علاقه بالارزاق، بس اكيد ما كانش دي حسبتي زمان في بدايتي. قصدي رحت قلت لحد في وشه كده انت خدت الكذا وعملت كده ليه والكلام ده كله. انا قصدي بحركه مش حلوه. بص انا في عاده. ما يعني مثلا اقول لنفسي ايه لو انا رحت قلت له كده، انا استفدت ايه؟ يعرف ان انت على الاقل عرفت، او من الاخر انا علمت عليك يعني. لا بعرفه بس طريقه ثانيه. بعرفه بس انا ما اقولوش. انا اقول لك ليه، اعمل اللي انت عايزه، بس انا ما اروحش اقول لك انت عملت وسويت، انا اتخانق معاك. طب وبعدين عارف الفيلم بتاع وورد هيلب؟ مش هتفيدني في حاجه، ولا هو يقول لي انا اسف خد الفلوس. انت فاهمني؟ هقل من نفسي وملاش لازمه. اخر سؤال في فقره الصراحه راحه عشان نكمل راحه. ايه هو في سؤالين بس هقول لك سؤال واحد. ايه اكتر اوردر جه لشخص تاني او المصور تاني وانت قلت يا ريتني كان الاوردر ده جالي، كان نفسي اصور او كنت هطلع حاجه احسن او الكلام ده؟ والله ما فيش والله ما في. والله يعني ساعات اتفرج انا فعلا مش ساعات اتفرج مبروك عليك، ما انا ياما جالي حاجات كانت غيري طمعان فيها. يعني انت سايبها كده زي ما تيجي كده للناس عادي مفيش مشكله. انا قصدي ما كانش في حاجه كان نفسك تعملها، كان نفسك تصورها، حد كان نفسه تصوره؟ لا اصل بص هقول لك على حاجه. ما عادتش بالنسبه لي موضوع الافراح ده ان هو فلان الفلانه صور. لا ما انا صورت ياما ناس. هي الفكره ان انا ببقى ساعات عايز اعمل حاجه تانية غير الفرح، غير تصوير الافراح. هو ده اللي ممكن يعني يحركني. انت فاهم؟ لكن كلاينت معين كان نفسي اخده. ما هي انا افتكرت احنا كده خلصنا الصراحه راحه، هنرجع بقى للكلام العادي. بس انا في وسط الكلام افتكرت موضوعك وموضوع تصوير محمد فؤاد. وقد ايه انت كان نفسك فيه، وقد ايه كنت انت سايب في المكتب عندك انا فاكر فريم فاضي عشان قلت ده في يوم من الايام اصور فؤاد واحط في الفريم ده. احكي لنا القصه دي والله. بص انا من وانا صغير، مش انا قلت في بدايه الكلام قلت لك اتعلمت الايديت. انا اتعلمته علشان كنت بعمل ايديت، يعني باخد صور محمد فؤاد اشيل وشه واحط وشي
والله انا كانت بتعجبني صوره عامل فيه ايه. تمام. هو كان بالنسبه لي الاب الروحي يعني تمام. انت فاهم. وما زال انا ده دلوقتي بقول عليه ابويا التاني بره الفن وبره فنه وبره تاريخه الفني. انا بستمتع بالقعده معاه في الاستوديو واحنا بناكل واحنا بنهزر واحنا مسافرين عسل. انت فاهم. فكنت طول عمري بحبه. واول فيلم ادخله في السينما كان اسماعيليه رايح جاي فاهم. ودخلته 12 مره. انت كنت بتهرب مدرسه ولا ايه؟ ما كانش فيه غيره. وانا كنت بحب فوقش جدا واغانيه وبوستراته كانت عندي في كل حته. وبحب ستايل المزيكا بتاعته وبصمته. يعني مش هقعد ادخل في تفاصيل كتير في المزيكا بس انا بحب طريقته. والناس اللي فاهمه مزيكا فاهمه ان محمد فؤاد صايع قوي في الحته دي. كويس تمام. فانا بحب مزيكا محمد فؤاد وبحب. وانا لما بقيت مصور عايز اصوره فاهم. فكنت في مصور اسمه شريف قمر حد في مجاله جميل. شريف بص يعني في مجاله شابولي. وهو كان بيصور فوقش. فانا كنت غيران قوي بقى من شريف قمر ويعني نفسي انا اصوره فاهم. يعني انا بحبه. مش فلوس ومش بيزنس ومش لا اي حتى حاجه. لو ببلاش بس انت لا يعني لا الحاجه اللي نفسك فيها تعملها يعني. فتعرفت عليه ورحت له الاستوديو وقعدت اتكلم. قال لي طب فين صور؟ قلت له لا سيبك صور ايه وبتاع انا بحبك. وانا قعدت اتكلم واحكي له ان انا كنت بروح بصلي مع بابا في صلاه الجمعه. ما هو كان جنب البيت بتاعنا الاستوديو بتاعهم. وعيلته كمان كانت. فكان في علاقه اسريه قديمه قوي من واحنا صغيرين. فخلاص اتعرفنا على بعض. فعملت له السيشن اللي هو كان واقف فوق في الصحراء كان في الفيوم تقريبا. ايوه. ورحنا عملنا الفوتوشوت ده وصورت له كليب سلام. وعملت له كليب تاني اسمه شكوى لله كانت اغنيه دينيه. ويعني واشتغلت معاه. اتبسطت بالشغل معاه بصراحه. واتبسطت اكتر يعني اكتر من الشغل القعده في الاستوديو. الحياه بتاعته معاه. اشوف كواليس الاغنيه دي اصلا ازاي بتتبني. فاقعد اقول له طب بقول لك ايه كانت زمان بقى سنه مش عارفه كام انا كان في اغنيه عجباني قوي وانت في حته من ورا تعمل تي في المزيكا وراني كده. عملتها ازاي. ولما اقعد معاه بقى وهو بيتكلم عن كواليس الحياه دي والوقت ده فيس تو فيس ومفيش كاميرات ومفيش ميديا ولا بتاع وهو بيتكلم معاك بصراحه جدا. انت بتسمع حكاوي انت مبسوط بيها طبعا. يعني اي حد يشتغل مع محمد فؤاد عمرك ما تلاقي واحد يشتغل معاه كان متضايق او بالعكس وبيبقى وشه حلو على ناس كتير جدا. وعلقت الصوره بتاعته. وعلقت الصوره بتاعته وريتها له قلت له بص بتاع لودنج وانا مستنيه. يعني هي دي بيقولوا عليها قانون الجذب. ان انت لما تركز على حاجه وحاططها في دماغك هي بتجيلك. نفسك في حاجه بتلاقي القوانين الطبيعه اتسخرت ان ده يحصل. بس هو احساس جميل الصراحه يا كريم. انت بقى عندك حلم او حاجه وشايفها سايبها بقى السنين. يعني تخيل مثلا شريف قمر ده ما كانش صور فؤاد او يعرفه الكلام ده كنت هتفضل مستني لغايه وقتنا هذا واللودنج عشان تحط الصوره. سبحان الله يعني الدنيا كانت كويسه جت كده. وبقى في علاقه بيني وبينه كويسه يعني حلوه جدا. حلو ما شاء الله. وكذلك ده على فكره نفس النظام حصل مع تامر. كان نفسك برضو وطلعت يعني قلت له كانت امنيه من حياتي انا اقعد معاه واتكلم وبتاع فاهم. وده برضو حصل مع محمد صلاح. لما رحت صورت بتاع ايوه صح فاكر انا المواضيع دي. انا كان بالنسبه لي ايه ده انا نفسي اصور صلاح فاهم. بس انا عارف ان هو يعني قعدته في لندن ما يعني لو هيصور مع مجله فالمجله دي اللي هتجيب المصور. في لفه مش بتاعتي انا يعني. هو مش هيقعد على النت يشوف مين مصور حلو هيكلمني كريم مثال يعني ملهاش علاقه بس حصلت انت فاهم. وجات لي الفرصه ورحت فعلا اليوم ده في حد لودنج دلوقتي؟ ينفع تقوله عادي ولا مش عارف. انا خايف على القناه بتاعتك. لا قول انا قشطه مفيش مشكله. القناه مش هيحصل لها حاجه. نفسي اصور الرئيس. طيب احنا هنقفل دلوقتي. لا بجد. ان شاء الله بجد والله. بجد جدا. لان بنحاول ندعم كريم من لو حد عارف يوصل للرئيس. انا مش عايز اصوره من مبدا اللي هو يعني احطه في البورتفوليو مثلا انا صورت حاجه شرفيه رئيس الجمهوريه. لا انا عايز اصور رئيس الجمهوريه ان كان هو مين رئيس الجمهوريه. وطبعا يعني رئيس الجمهوريه الحالي الرئيس عبد الفتاح السيسي اكيد اتمنى اصوره. لان انا بيبقى عندي استراتيجي وفيجن للشكل الصوره اللي بتطلع. لان كل صوره ليها معنى. ومش عايز اخوض في تفاصيل في المواضيع دي. بس خلاص يعني احنا عرفنا مين سياسيا كل صورة ليها معنى. تمام. بس
ماشي يا استاذ كريم. دلوقتي احنا وصلنا لفقره تانية، فقره جامده جدا اسمها 365 سؤال. انا عندي هنا كتاب اسمه 365. هو عباره عن كتاب مفروض على مدار السنه بتجاوب بيه الاسئله كل يوم، واحد يوم اثنين وثلاثه، فهو عشان كده اسمه 365. فانت هتقول لي هنخليها مثلا 3 اسئله ب3 ارقام مختلفين. الرقم اللي هتقوله هفتح اشوف السؤال بيقول ايه، فهقول من رقم 1 لغايه 365. 222. ده ايه سؤال بعيد قوي ده. 3 اتنينات. ماشي 3 اتنينات. بيقول يا رب يكون سؤال بس ايه. لو سؤال عبيط ممكن نغيره. بيقول لك اكتب رساله لشخص تود التعرف عليه بشده ولم تسنح الفرصه لك. مش سيبك من الرساله، ممكن عندك شخص معين نفسك تتعرف عليه جدا وانت مفيش مساحه ان انت تتعرف عليه. ده ناس كتير جدا. ده ناس كتير. سمي مثلا وقول لي ليه. بص في مجالات مختلفه. يعني مثلا في الاقتصاد في شخص نفسي اتعرف عليه، اتكلم معاه بصفه وديه. يعني هستفاد اكيد منه. هو هشام عز العرب. مثلا في علم المصريات بحب وبحب التاريخ انا. فبحب اسمع دكتور وسيم السيسي. فنفسي اتعرف عليه. ايه انت بره خالص التصوير، بره كل حاجه يعني، في مجالات تانية خالص غير المجال بتاعك؟ طبعا. على فكره هو المعلومات العامه والثقافه عموما تفيدك كمصور. اكيد طبعا في حاجات كتير. حلو. ادي سؤال. اول سؤال. السؤال الثاني اختار رقم. حلوه اللعبه دي قوي على فكره. يلا 10. 10 ده مصطفى كمان مجاوبه. ماشي حلو السؤال ده. ما هي الصفات التي تحب ان يتذكرها بها الاخرون في غيابك؟ يعني ايه الصفات اللي انت لو مش موجود اقول ده كريم ده كذا وكذا وكذا؟ ايه الصفات اللي انت حابب يبقى فيها كده؟ وخليها واقعيه. يعني انت في اكيد صفات تمام. يعني دي اهم حاجه. ممكن انا يعني طول عمري بتمنى لما اموت انا اموت بس اسمي يفضل موجود بعلم ان ابقى فيد غيري. يعني احنا اتولدنا عشان نبقى في الحياه كده نفيد بعض. كويس. فنفسي ابقى مفيد لحد غيري يعني. تمام. يعني الصدق ومفيد. ومفيد وايه تاني انه استفاد مني حاجه. يعني بحب لما اقعد مع حد ابقى طلعت منه بحاجه. يعني هو طلع مني بحاجه. يعني يلا رقم كمان. رقم كمان. 100. راح فين رقم 100؟ 101. 101 ماشي. امتى اخر مره ضحكت فيها من قلبك؟ يا ده من سنين. نزل يا ابني التتر هنا خلاص. ضحكت فيها من قلبي مع مراتي في شهر العسل. لازم تقول كده طبعا. الحلقه دي مسجله ورايحه للحكومه. جامد. خلاص خلصنا الفقره دي. هنعمل فقره تاني. يلا ماشي. اسمها سؤال للمتابعين المصورين. في اسئله احنا عشان مصورين حاجات للفوتوغرافر. احنا تمام. عشان في الفيلد في اسئله تحس ان هي مكرره تماما مع اي حد. يعني انت لو حد وقفك عشان يسالك على حاجه غالبا هيبقى سالك الاسئله دي. اوكي. في 3 اسئله هكلمك عليهم ومن ضمنهم برضو كلام هنتكلم فيه يعني في العموم. يلا بينا. اول واحد، ازاي اسعر شغلي كمصور واطلع مش خسران اذا كنت بتعامل مع كلاينت از باكج، يعني هو بيقدم باكجات. اوكي. انا بتكلم طبعا عن افراح. تمام. او ان انا بقدم ساعات، يعني انا بنزل بكذا باكس 8 ساعات 9 ساعات وهكذا وهكذا. أوكي. امتى مصور يعرف المبتدئ يسعرها كده؟ انا عارف طبعا الموضوع ليه اسس وليه نظريات والكلام ده كله. هقول لك هي دي كانت اكتر حاجه مشكله كانت بالنسبه لي في بدايتي برضو. لان مفيش اسس انت تقيم عليها ده. بس اكتشفت ان هو مرتبط ارتباط كلي بهدف المصور ده ايه. انت عايز تشتغل كتير ولا عايز تشتغل قليل؟ عايز تشتغل مع انهي طبقه في المجتمع؟ طب انت عايز تقدم فن ولا بالنسبه لك هي مهنه وخلاص؟ كل ده مرتبط في تسعيرك. حلو بهدفك. انا طول عمري ببقى يعني ما كنت سايح في الموضوع ده. وشباب كتير قوي بتسيح معايا. بس انا تعالى كده نديهم تيبس كده وتريكس ازاي يظبطوا الموضوع ده. حلو قوي. طيب السنه احنا اغلب الشغل بتاعنا
سواء ايا كان المفروض، سواء بتشتغل بباكج او بتشتغل بالساعات. طب كويس. ايه انهي احسن يا جماعه؟ الساعات طبعا، لان الساعه انت بتبيع وقتك، فانت كل ما تستغل بيعه وقتك كل ما ممكن تكسب فلوس احسن من ان انت تشتغل بباكج يعني اليوم طار. حلو. وطبيعي ان انت مش هتعرف تصور حاجتين في نفس اليوم، فالاحسن انك تشتغل بالساعات. حلو قوي. دي اول تيبس كده، اول تيب كده جامده جدا. دي اول حاجه. ده الافضل. الناس بقى لا ما بتحبش الساعه، يعني كل واحد براحتك يا باشا. سعرها بالراحه، خليها رخيصه، ما تبقاش غالي بقى، يعني اظبطها. تمام. بس حلو. الكونسبت بتاعك بالساعه حلو قوي. لان في 3 ساعات انت عارف بيطلعوا في الريسبشن تحت. ايوه بالظبط. الجزء الثاني خلاص. طيب تعالى نقسم كده السنه. احنا الاوردرات اللي بتيجي للويدنج فوتوغرافر بتيجي تقريبا امتى؟ خميس، جمعه، سبت. لو مسكنا ال3 ايام في الاسبوع دول وضربناهم في 48 اسبوع. ليه 48 اسبوع؟ علشان شيلنا 4 بتوع رمضان. حلو. تمام. هيطلع لك 144 يوم. فانت المتوسط بتاعك كويدنج فوتوغرافر 144 يوم. ممكن تقل عن كده لو انت لسه مبتدئ، ممكن تزيد عن كده. طب لو زدت عن كده هتروح لحد فين؟ هتروح اخرك الدبل. تمام. اوكي. يعني بتشتغل تقريبا بمعدل 6 اوردرات في الاسبوع. ما اعتقدش ان في حد بيعمل كده يعني. في وصلت ل 280 288. طب هو في حد بيوصل للرقم ده في العادي؟ لا. حلو. انا ليه بقول لك كده؟ لان انا قدامي احصائيات فانا عارف الارقام. انا كنت بشتغل في بدايتي بلعب من 220 ل 260 اوردر. عرفت منين يا كريم؟ من الريبورتات اللي بتطلع، ولما عملت الديجيتال ترانسفورميشن وشفت الريبورتات دي. فده المتوسط بتاعك حوالي 144 يوم لحد 200 انت تمام. اكتر من 200 ركز قوي. ليه؟ لان انت هيبقى عندك مشكله في تسليم الكلاينت وميعاد التسليم. لو زادت عندك الاوردرات يبقى لازم تزود قدامها القوه الانتاجيه بتاعتك. انت كانك مكنه بتطلع، بدل ما بتطلع قماش بتطلع صور. فلازم يبقى عندك ايرتوز اكتر، لازم تبقى بتطلع صور اسرع، فعمليه الاوبريشن هتزيد عليك. كويس. فدي اول حاجه. يعني انت لو بتارجت بالتسعير، انت بقى اسال نفسك سؤال: لو انا اشتغلت 144 يوم عايز اطلع منهم بكام؟ بكام فلوس في السنه؟ وكام فلوس دي بقى محتاجه برضو يبقى في ثقافه ماليه شويه. ان انت الفلوس اللي هتكسبها مش هي الرقم اللي هتبيع بيه. صح. تمام. فبعد ما تحسب حسبتك وتعرف تكاليفك ايه وتعرف الكلام ده كله، اضرب الرقم اللي انت متوقع ان هو هيطلع لك نت بروفيت، اضربه في 144 يوم. وشوف هل الرقم ده مجزي بالنسبه لك ولا لا. فاهم قصدي؟ فاهم. وبناء عليه تحدد. في واحد عايز 1,000,000 جنيه في السنه، في واحد عايز 500,000 في السنه، في واحد عايز 100، في واحد عايز 10. بس يبقى قابلني قابلني لو جبت 10. اي حد يتمنى براحته، بس انت فكر بعقليه منطقيه. يعني هو عموما انت بتتكلم ان اي حد بيسعر او حاجه لازم يبقى عنده ثقافه شويه في فكره الماليات. يعني انت عندك مثلا ايجارات هتطلعها، عندك مواصلات، عندك اوفر هيدز، عندك اهلاك للمعدات بتاعتك. طبعا. لازم الحاجات دي كلها تبقى حاططها في زي شيت والكلام ده كله. طبعا. وفي الاخر تحط البروفيت بتاعك عشان في الاخر تقول ده اللي انا هكسبه في عدد الايام المعينه، عشان في الاخر اطلع على حاجه زي. طب تقول لي ايه بقى للناس اللي بتنزل اوردر ب 1000 جنيه ده الفول داي ده؟ عارفه؟ انا مش عارف دول برج ايه. يعني انا مش عارف انت حسبتها ازاي بجد. هقول لك على حاجه. عايز اقول لك لغايه دلوقتي يا كريم حاليا، يعني ممكن زمان مش هقول لك مبلوعه لان هي كان برضه مش مبلوعه، بس بقول لك لغايه دلوقتي في ناس بتنزل ب 1000 جنيه فول داي. بص هقول لك على حاجه. لو انا دلوقتي جيت هاجمت الشخص اللي بينزل ب 1000 جنيه فول داي، وفعلا فيه وب 2000 حتى، الشخص ده لو انا هاجمته برضه هبقى ظلمته شويه. لان هو هيقول لك انت مش حاسين الناس، وانتوا فاكرين كل الناس اغنياء. يا عم في ناس فقراء مش لا. ايه ده لازم يبقى في اختلاف في الاسعار. تمام. ولازم يبقى في الرخيص والرخيص جدا والغالي جدا. بس هل ماشي هقول لك، لو رجعت الاصل المشكله عندنا من تصوري الشخصي ان غياب منظومه الضرايب وغياب ان احنا اصلا ما نعرفش يعني ايه ضرايب. فبالتالي ده خلق جهل بالثقافه الماليه. مفيش فاينانشال اديوكيشن بره.
هم عارف هو هيدفع ضرايب قد ايه، عارف يعمل مش عارف ايه، عامل ايه، فالدوله مدياله احصائيات، فقدامه ارقام لان الناس ارقامها مكشوفه، فبقت عارفين المصور يكسب كام ويخسر كام ويدفع كام ويعمل كام. كل دي امور واضحه. عندنا هنا مش واضحه. فاهم قصدي؟ انا عايز اصدم مثلا المصورين بحاجه. احنا عندنا كم، في حد فكر مثلا احنا عندنا كم فرح بيتعمل في السنه؟ كتير قوي. الكتير ده يبقى كام؟ مش عارف، ما اقدرش. دخلت مثلا على موقع مصر للإحصاء، ممكن نبقى نسيب للناس مصادر في الحاجات دي وموجوده. موقع مصر للإحصاء ممكن تخش تشوف كم عقد جواز حصل في خلال السنه. عندنا في القاهره 138,000 عقد جواز في السنه. توتال مصر كلها على بعضها قرب 900,000 متوسط. مليون واحد بيتجوزوا. تمام. ممكن يبقى في ناس كتبت كتاب بس، في ناس بتكتب كتاب والفرح بعدين، في ناس كتبت كتاب بعدين، في ناس عملت كتاب بس، وات ايفر. بس كام عقد جواز؟ خد منهم انت بقى نسبه 1%. ما بقولكش خد 10 ولا 5، لا 1. ال1% ده كتير جدا. فاهم؟ لما تيجي تمسكهم هتلاقي مصورين كتير جدا عشان يغطوهم. فانت يعني يجي المصورين مثلا ما بيبقوش عارفين يعملوا ايه، فهو يشتغل كتير وخلاص. ما هو افهم معلم ان انت كده كده غصب عنك، ادي السنه قلت لك عليها 144. انت مش هتعرف تشتغل اكتر من 200 250. افترضت ان انت اشتغلت 300 يوم في السنه، اوكي حلو ده. ابو 1000 جنيه ده اشتغل 300 يوم، يعني كام؟ 300,000 جنيه. طب يعني حضرتك انت هتخلص السنه دفعت منهم كام؟ هفترض ان انت ال1000 جنيه داخلين جيبك صافي، ما دفعتش جنيه، وال1000 دول صافي. انت تتعب طول السنه، فهتجيب في اخر السنه 300,000 في ظل الغلو والاسعار اللي احنا فيها دي. هتجيب لك يا باشا كاميرتين والتالتة قسط، كاميرا وعدسه والعدسه الثالثه قسط. بالظبط. هو الفكره اصلا ان هو لو يعني مثلا لو حسبها وفكر فيها، حسبها بس مش هيطلب الرقم ده. صح. فاهم؟ بس هو المشكله ان مفيش ثقافه. يعني هي دي الازمه، ومحدش بيتكلم في الحاجات دي، لا في اعلام ولا في يوتيوب كتير ولا في، يعني مفيش حد بيقول لحد اطلب كام وسعر بكام واعمل بكام. يعني عشان كده بيحصل الناس تتعلم في الاخر. يعني حاول تدور شويه على فكره ازاي ينظموا موضوع فلوسهم وازاي يسعروا بشكل صح، والكلام ده كله موضوع مهم يعني. والموضوع الاهم اللي انا عايز امنشن الموضوع ده، ان هو جه في بالي دلوقتي. مصورين كتير جدا تكلمني انا شغل حلو قوي، بس انا نفسي انزل القاهره. ليه يا ابني؟ انا اصلا عايز اصور في اماكن نظيفه بقى، وعايز اصور مع كلاينت مش عارفه مين بقى. اتكلمت مع ده في السعيد. صح. كتير جدا. كتير. عايز اقول لك بقى على حاجه واصدمكم، المصورين اللي في المحافظات. انا عايز اقول لكم ان في كل محافظه بتلاقوا فيه 3-4 كده هم او 2-3 هم اللي ايه واخدين اكبر ماركت شير في المكان. عايز اقول لكم ان اقل واحد فيهم، اقل واحد، وهو ما حدش هيقول كده بينهم ومن بعضهم، اقل واحد بيتكلم من 750,000 لمليون جنيه في السنه. صافي. صافي. انا سعيد برضو قال لي على فكره الشغل هو في منصوره، قال لي لا شغل حلو جدا، وغير ما الناس ما شايفه ان هو دي محافظه فالقاهره احسن. قال لي انا بستمتع جدا في المنصوره وفلوس المنصوره وشغل المنصوره. انا قلت لك قال الدنيا حلوه يعني. 900,000 عقد جواز بيحصل في مصر، 138 بس في القاهره، باقي محافظات. وشوف كميه المصورين اللي في القاهره قد ايه. انت فاهم؟ والباقي كله في المحافظات، ومن اشهر المحافظات دي مثلا الشرقيه، المنصوره، اسكندريه، اسماعيليه. برضو اسماعيليه مش كتير لان عدد سكانها قليلين، مش كتير. بس هي برضو يعني فيها افراح كتير. المنيا اكتر على فكره. فاهم؟ يعني فكل محافظه من المحافظات دي انتوا جواكوا عندكوا افراح كتير جدا وعددكم محدود قوي. فكل واحد هيشتغل كتير. فاهم؟ بس دايما هم بيبقى عندهم الهاجس ان هو لما هطلع الصوره زي بتوع القاهره انا هبقى اغلى. لا يا معلم، ما هو انت عندك فئه سعريه معينه هتلعب فيها، بس مقابل كده انت شغال باستمراريه. فاهم. ماشي، حلو السؤال ده. السؤال التاني برضو كان برضو احنا لسه في فقره المتابعين يعني. سكند شوتر مالهم؟ ازاي يضمن حقه؟ وموضوع بقى فكره يمضي المين على كمبيالات.
فكر بقى الداتا، وانا اخد حقي ياخد داتا ومش حق اخد داتا، وده ظلمني وده ادانيش فلوس حقي ومش عارف ايه والكلام. انت وش وقعت في المواويل دي كلها مع كذا حد. من الاخر هو ايه حقه وايه مش حقه سكند شوتر يعني؟ بص، هو مفيش حقوق ولا في دستور للعبه دي. على المهنه دي كلها على بعضها. كارت الميموري اخترعوه من اقل من 15 سنه. كارت الميموري اللي احنا بنصور بيه ده. فالمهنه دي كلها على بعضها جديده، فما عادش فيها اصول وقواعد. بس هو اتفاق. والله انا ممكن اديك كسكند فوتوغرافر اديك رقم فلوس عالي بس مش تاخد الماتيريال. ممكن اوفر عليك رقم اقل بس تاخد الماتيريال. صح. ممكن اوفر عليك فلوس عاليه جدا بس مش تنزل مع حد غيري. صح. وهتنزل معايا لوحدي وما تشتغلش لوحدك مثلا. ممكن اوفر عليك الرقم وهكذا. فهو ديل، اتفاق. مثلا يعني لو حد وقع في مشكله، فالمشكله كانت بسبب ان اللي بيتفق وقت ما اتفق هو اتعامى عن المستقبل، ما فكرش في بعدين. هو عايز يشتغل دلوقتي، عايز يعمل ده دلوقتي حالا. انت فاهم؟ عارف الليمبي؟ لا انا عايزه دلوقتي. فهو عايز يعمل حاجه حالا. فلا، اتفق الاول واعرف الكلام ده كله من الاخر. يعني انا بعمل ايه في شغلي؟ انا بدي للمصورين الصور، واي حد عايز يجيله شغل من بره يشتغل من بره مقابل كده انا بستفاد وبديله سعر اقل سنه من سعر السوق. يعني مثلا، بس مش اقل بكتير عشان برضو هو لازم يبقى هو مرضي ماديا كويس. تمام. فمثلا لو السوق بره بيطلب يعني السكن بياخد جنيه، انا ممكن اديله 75 قرش. فهمت قصدي؟ مقابل انا بديك الصور ممكن تنزلها على النت وتستفاد بيها، بس بشرط اللوجو بتاع الشركه عليها. تمام. ما تشيلش اللوجو بتاعي وتحط اللوجو بتاعك، لان انا اللي قمت بالعمليه بتاعت الاوبريشن دي من وجهه نظري. ممكن بقى مع مصور تاني تختلف الاتفاق. تمام. يعني في الاخر اتفاق. هو اتفاق. تمام. دي انا عندي 1 2 3 1 شريعه المتعاقدين. جامد يا عم كريم. طيب ماشي، مش لازم السؤال ده. خلينا نرجع لفوق شويه ونتكلم على حاجه يعني شغله الناس كلها، وهي الاي اي او الذكاء الاصطناعي اللي بقى في كل حاجه. بقى حتى لمسنا احنا كشخصي. على فكره التطورات اللي بتحصل في الكاميرات والتراكم والكلام ده كله ذكاء اصطناعي طبعا. الايديتنج والماسكز والحاجات السهله دلوقتي والريتاتش اللي بقى بدوسه زرار في الفوتوشوب واللايت روم بقى ذكاء اصطناعي. حتى الموبايلات وشغلها والكلام ده كله، والدنيا بتتطور وهتتطور اكتر بكتير. حتى صناعه المحتوى بقى في شات جي بي تي بيكتب لنا المحتوى والكونتنت نطلع نقراه. يعني فاهم الدنيا رايحه في حته بعيده. انت شايف الموضوع ده عامل ازاي؟ وهل انت تفاعلت مع الذكاء الاصطناعي في اي حاجه في شغلك وفادتك؟ بص، هو في فريقين. في فريق شايف ان الذكاء الصناعي هيطور الشغل ويسرع الوقت وهينجز علينا تاسكس كتير. وفي فريق تاني شايف ان هو هيقضي على شغل كتير. انا مش من الفريق ده خالص. انا شايف ان هو هينجز وقت، هيسرع عملية. طب هو دوره ايه الذكاء الصناعي؟ هو ان هو هيقوم في المستقبل بدور اي حد روتيني. عارف لما تدخل مكان حكومي تلاقي واحد قاعد في كرسي جنب الاسانسير بيطلب الرقم. يعني انا مش قادر ادوس على الزرار. يعني في مهنه اهي. يعني ايه المهنه دي؟ المهنه اللي هو بتروح عنده وتقف في طابور عشان تاخد طابع بريد. ايه طابع بريد ده؟ يعني انا اقف كل الطابور، يعني يا عم تاخد فلوس من الاول. ايوه. الشغل الروتيني عموما في ناس قاعده في الشركات ما بتعملش اي حاجه غير ان هي بترد على ايميلات. صح. في واحد بيفلتر بس. في مجال شغلنا بقى في برنامج يفلتر ممكن تراجع وراه. في برنامج يعمل ايديت فانت تراجع وراه. في الاول وفي الاخر لما هتيجي تمسك الصوره تعمل لها انت ايديت بنفسك احلى بكتير من ان الذكاء الصناعي يعملها. طب ايه الميزه وايه العيب؟ انت هتاخد وقت وهو مش هياخد وقت. فاهمني؟ فهو استحاله الذكاء الصناعي يحل محل البني ادمين، لان هو في الاول وفي الاخر احنا قلنا عليه ذكاء صناعي. يعني ما هو بني ادم اللي عمله. فانت ممكن تبقى بالخبره الحاجات كمان الابداعيه والشغل اللي فيه كرييتيف واللي فيه فن والكلام ده. لا استحاله مكنه تبدله، بس ممكن تختصر لي وقت كان بيضوح مني في حاجات ملهاش لازمه. بالظبط. يعني في الاخر هي اداه مساعده وبتتطور دايما عشان تمشينا كويس فكره بالظبط البتاع ده. طيب هنتكلم عن انا اسف يعني انا استخدمت الاي اي في عمليه الاوبريشن عندي في ان هي تطلع لي المصور الاقل اداء
في شغلك. والاعلى اداء. انا مثلا معايا بتاع 20 15 مصور، انا عايز اشوف مين فيهم الاحسن، صح، فكافئه فعليه فشغله، ولا هو الموضوع يبقى قايم على ايه بالظبط. فلازم يقوم على حاجه شيء عادل. فاستخدمت الذكاء الصناعي في ده، بدل ما كنت اجيب حد يكتب لي كل مصور صور كام كاميرا ومسح منه كام صوره، المصور ده الزبون قال عليه ايه، حد قيمه بايه، الكلام ده كله بقى زي سيستم. دخلته في السيستم وخليت الاي اي يكالكوليت ويطلع لي سكور مبني على معايير مختلفه تخليني اقيم المصور ده كاداء عشان يبقى الكي بي ايز بتاعت الموضوع مظبوط. جامد. طيب انت مؤخرا او مش مؤخرا قوي، يعني بتتكلم مثلا لا من كتير 4-5 سنين شاركت انت بقى في حاجات كتير قوي زي توكس على للمصورين، كورسز، كنت موجود دايما في الويدنج فوتو سوميت في كل السنين اعتقد، صح؟ انت شاركت في كل السنين وان شاء الله السنه الجايه كمان كون مشارك. احكي لي عن التجربه عموما بقى ان انت تخش الحته دي. انا فاكر اول محاضره عملتها كانت في المعادي، في مكتبه المعادي. ايوه بتاع سوزان مبارك. أيوة. وانت كنت منسق معايا الموضوع. دي كانت بدايه معرفتي، اول مره اكلمك كريم خالص، والله سبحان الله بالظبط. الدنيا دي والله يا جدعان والله سبحان الله. انت كلمتني على الموضوع ده وانا قلت لك ماشي. فانا ترحبت جدا فعلا، وانا رايح في الطريق انا مش عارف انا هقول ايه ومش عارف هو انا اللي عندي ده علم، هو ده ممكن حد يستفاد منه في حاجه ولا انا هضحك عليهم، ولا انا رايح اضحك على نفسي. طب هل انا فعلا بفهم ولا ما فاهم؟ يعني فاهم تفاصيل كتير ويبقى عندك توتر وبتاع. التوتر ده راح اول ما دخلت لقيتك بتقول لي معلش احنا اسفين الزحمه والدنيا ومش لاقيين كراسي، فالناس اللي قاعده ورا هتبقى قاعده على الارض، اللي هو وفي ناس هتقف عشان ما فيش مكان، فاللي هو انا ايه ده في ايه هتفاش على كده. انا كنت جاي عامل حسابي ان 5-6 هيسمعوني فاهم. لقيت العدد اكتر من اللي احنا كنا متوقعينه بكتير، والناس جت وعايزه تعرف فاكتشفت ان هو بره حته ان انا اقدم ماده علميه، هو بشير اكسبيرينس. وانا اكتشفت بعد كده ان انا ساعات ممكن احضر مع مصور او اسمعه وانا بعرف كل الكلام اللي هيقوله، بس انا ببقى قاعد مستني اسمع رايه في نقطه معينه في جزئيه معينه من باب العلم بالشيء. فاهم؟ مش من باب اللي هو انا دي حاجه وقع مني، لا ممكن ابقى اعرفها بس احب اسمع وجهه نظر حد تاني فشوف ايه الاحلى. فاهم فلقيت ان هي حاجه حلوه جدا. وبقيت اكتر حاجه بتبسطني اني اقول لحد معلومه فحس ان عينه لمعت كده ودماغه نورت واتبسط. احساس جامد. انا بحس برضه نفس الاحساس ده جامد قوي الصراحه. الاحساس ده فاهم بيغسلني من جوه والله بجد. أيوة يعني انا ببقى فعلا مبسوط وانا افيد حد بالظبط، وربنا يجعلنا دايما نفيد بعض يعني. لكن هي كانت تجربه بالنسبه لك حلوه وما زالت ولسه والفتره اللي جايه كمان. يعني بشوف مصورين بصراحه بتضايق منهم قوي، اللي بيطلعوا على النت مثلا ينتقدوا مصورين اقل منهم ويتريق على شغلهم، يقول دول بيبيعوا مش عارفه بايه، ده بيعمل ايه. والله ما فيش حد قاصد انه يبقى وحش، ما حدش قاصد انه هو يبقى جاهل. اي حد يحب يتعلم، بس هو ما بيبقاش عارف ان اللي بيعمله ده غلط وما لقاش اللي يقول له ان ده غلط. لكن انت لما تروح تتريق على حد ولا تعمل حاجه غلط، هو اللي غلط كده اللي بيتريق ده، يبقى انت كده انت اللي غلط. وبعدين انت بتنمي عنده حته ان هو يدافع اكتر عن اللي بيعمله. لكن نشر الوعي والثقافه هو ده اللي المفروض يحصل. جامد، حلو قوي. طب انت بتتابع يوتيوب يا كريم؟ عموما طيب. انا اصلا مش بتابع سوشيال ميديا، بتابع يوتيوب. انا اللي يدخل عندي هيلاقيني بقعد انزل بالشهور، يعني في فرق شهور بين بوست والتاني. كان في حد بعت لك على الاسك انت بيقول لك انت ليه بتاخر في التنزيلات والكلام ده كله؟ بصراحه يعني قصدي بصراحه انا مش انترستد بالسوشيال ميديا جامد، ومش عشان جامد يعني لا بس انا حسيت ان السوشيال ميديا بقت ماراثون مش سباق. السباق ليه نهايه، الماراثون ملوش نهايه. أيوة. فاهم؟ احنا هتفضلوا في ماراثون بتدوروا على ريتش ورقم يعلى وهمي. طب يا ريتك تهتم بالرقم ده اللي في البنك. أيوة. مش الرقم بتاع السوشيال ميديا. أيوة. ما تهتمش باليوتيوب، سوري انا اسف، بالفيوز اللي على الانستجرام والريتش والريلز وننزل وبتاع. على فكره ده من ساعه ما بقى ترند قوي، لو لاحظ
قتل الحته الكرييتيف الابداعيه اللي كانت عند المصورين والسباق اللي ما بينهم يطلعوا شغل احلى. بقى الموضوع مين يطلع ريل اصيع، بقى مين تواجده اكتر، بقت الكم مش الكيف. طب ما احنا اتفقنا من البدايه، انت معلم كده كده عدد كلاينتك معينين، فمهما انت حرقت بنزين مش هتشتغل مع 1000. بالظبط. فاهدى على نفسك كده. وكمان لما انا بصيت على كل الكلاينت اللي عندي، انا بسالهم دايما هما بيحجزوا وقت منين؟ العقد انتوا حجزتوني منين او جيتوا لي منين؟ 90% من الكلاينت اللي بتجيلنا، على فكره احنا المتوسط بتاعنا بنلعب في يعني المينيمم بتاعنا 200 في السنه ولحد 300. بسالهم دايما كله ريكومنديشن، يا اما حد قال لحد او في اوتيل رشحه وما بقى يعني ويقول لك ده اكيد ادى فلوس للاوتيل. لا والله هم الناس لقونا ناس بروفيشنال ما بنعملش مشاكل وما بنعملش كذا وما بنعملش كذا، رشحونا. فاهم؟ وبلاقي كلاينت ده يقول لي ده يقول لي ده يقول لي ده، دول عددهم اكبر بكتير قوي من اللي بيجي من الاعلانات. وعلى فكره اللي بيجي من الاعلانات ده هو اكتر زبون هيفاصل، واكتر زبون هو مش عارف قيمتك، مش عارفك انت، مش عارف. هو دخل شاف سيشن عجبه فقال له خش اتفرج. هو مش عارف، مش عارفك اساسا. هو بالنسبه له انت فلوس بكام. لكن لو انت رحت صورت، اتحدى اي مصور روح صور مثلا فرح واطلع من الفرح ده باخو العريس او اخو العروسه، اخت العروسه صاحبتها، لما هتيجي تكلمك عن فرحها مش هتسالك انت بكام، هتسالك انت فاضي اليوم ده. مش هتسالك انت بكام خالص. انت فاهم؟ هي دي الفكره. انا ليه اقعد اسعى في حاجه يعني وات ايفر، يعني هتوصل لحد فين؟ طيب اتشهرت وعملت وسويت، يعني انا بسال نفسي كده، اتشهرت وعملت وسويت، يعني ما في الاخر هبيع الفرح بكام؟ ب 200,000 يعني هصور فرح ب 100,000 جنيه مثلا؟ يعني ما هو في سقف في الموضوع وفي عدد ايام سنه محدوده، فما فيش موضوع ليميتد ومقفول يعني. فلقيت ان ما فيش داعي للكلام ده. انا مالي، انا مش تامر حسني. هو الفنانين والناس دي لازم يقعدوا يكبروا ده عشان ده جماهير وي وي وي، لكن احنا مالناش علاقه. انت بتابع مين على اليوتيوب بتحب تتفرج عليه وليه؟ يعني ايه اللي بيشدك؟ بص انا عندي حاجات كتير جدا، يعني بتفرج على ناس كتير. خلينا في المصريين. يشدني دايما اللي بيقول كونتنت، لكن اللي غيري طبعا لكن اللي ضحك عليا بصوره وعنوان وبتاع بروح داخل عامل له ديسلايك. فاهم؟ لو دخلت لقيت ان كلامه دلوقتي خلاص مبقاش فيها، لقيت ان كلامه يتلخص في كلمتين فعمل لي فيديو نص ساعه رغي بيحشيني، ايه ده ضحك عليا؟ طب خد. انت فاهم؟ بروح عامل كده على طول. لكن انت مفيش حد معين بتابعه ولا اخد ديسلايك؟ صح، ديلي يعني اللي انت بتدور عليه على طول كل اسبوع او كل يعني حد تخش تلاقي عمل فيديو تخش تتفرج؟ في مين؟ بس مش في مجالنا. مش مشكله، لا عادي. مثلا بتفرج على الدحيح طبعا. ده اساسي. ده الدحيح ده من بدري، من ايام الباك جراوند السوداء. ايوه زمان قبل ما يبيع يروح لشركه يعني. مثلا بحب في يعني الحياه كده تميم يونس بحبه جدا. حسن رهيب. بحب اتفرج على تقريبا اسمه مصطفى الصعيدي، اللي هو بتاع اقتصاد الكوكب. لا مش عارف تقريبا، انا مش متذكر اسمه بالظبط، بس الشانل بتاعته اسمها اقتصاد الكوكب. خلاص، ده اقتصاد بينزل حلقه كده تقريبا كل اسبوع، فانا بتابعه جدا. بتابع على طول كام قناه كده بتوع روبرت كيوزاكي، ده فاينانشال اديوكيشن وحاجات كده. بتابع المخبر الاقتصادي. ايوه ده جامد، ده انا بحبه قوي. المخبر الاقتصادي ده رهيب، بحبه جدا وبيتكلم في كونتنت يعني. لا حاجته الصراحه انا استفدت كتير قوي. مش بحس ان هو بيحشي، لا بيتكلم وبيجيب لك فيجوالز حلوه تفهمك لا جامد يعني. وفي كام قناه كده مصريين برضو بيتكلموا في البرمجه، انا دايما بتابعهم وبشوف الكلام ده. ويعني في كل فيلد كده بتلاقي فيه حد كويس فيها يعني. نلعب ولا نكمل؟ براحتك. لا انت عايزه يا باشا، سوق اللي انت عايزه. انا معاك. هنلعب اخر بعد كده نسال سؤالين. انا مبدئيا مستمتع جدا. انا مبسوط كده. احنا محل 13 ساعه ما عنديش مشكله. حبيبي. دي لعبه كده هنهف فن فيها، فوازير يعني كده عاديه. بيقول لك بقى ايه هو الشيء اللي بيكون لونه اسود ومش بنستفاد منه غير لما يتقلب لون احمر؟ ايه؟ لا انا مصور مش بتاع فوازير. معلش احنا بنهف فن عشان الناس تتبسط. اسود وبتقلب احمر، مش بنستفاد منه غير لما يبقى احمر. حدش من الجمهور يساعده لو سمحت، حدش من الجمهور يساعده. غلب حمارك. تعرف لو في الاخر طلع حوار تافه على السحله اللي بتسعى التاني.
المشكله ان الاربع كل الاسئله تافهه، دي مرحله المعلومات التافهه. طب مش عارف. هقول لك ايه؟ قول لي. هو يعني مدور كده وصغير وبيتحط على حاجات وبيتولع. شاي؟ لا حاجه ايه اللي بيتولع ويتحط كده شيشه؟ حجر؟ فوق الحجر ايه؟ فحم. ايوه جامد. ايوه أوكي. شفت بقى، عارفها لوحده اهو. لا ما عرفتهاش برضه لوحده. طيب السؤال اللي بعد كده، اين يقع البحر الذي لا يوجد به ماء؟ ده بحر الغدر. بص يعني اسئله هبله. ايه البحر اللي اين يقع البحر اللي ما فيهوش ميه؟ غلب حمارك. بصراحه الخريطه. وانما تضربني. عايز مني حاجه؟ ولا انت؟ انا مستمتع والله. السلام عليكم. مش الدرجه دي. سؤال هبل الاخير والنبي، معلش سؤال حلو والنبي. اتفضل. سؤال عبيط. لا يمشي الا بالضرب. الحمار. صح ولا غلط؟ ايه ده؟ طب انا هجاوب عشان احنا هنقلب المكره دي عشان هو يقتلني بعد كده. المسمار خلاص عدي بتاع دي. لا يمشي الا بالضرب. جامد. واو والله انا مبسوط بالحلقه دي ومبسوط بعدها معاك كريم. المفروض تبقى اسمها لا يمشي الا بالدق. اي حاجه. هنتكلم عن اخر حاجه، وهي حاجه جديده تعتبر في حياتك، واجدد حاجه تقريبا حصلت لك في حياتك، وهي فكره ان انت بقيت واحد من الكانون انفلونسر. مبروك. يا رب ان شاء الله تبقى حاجه. شكرا. تبقى حاجه يعني ونقله او يعني زياده في البورتفوليو بتاعك، انت تبقى شغال مع شركه زي دي. احكي لي برضو عن التجربه، عن الموضوع. طبعا انا عارف كل حاجه، بس احكي لنا كده واحكي للناس عن تجربه ان انت كشخص كانون والتوك او المحاضره اللي انت عملتها والقعدات والميتينجز والحاجات دي. بص هقول لك على حاجه. انا اتفاجئت في الاول لما كلموني. بس اول حاجه انا قلتها لهم في الميتنج، قلت لهم انا مش هعرف ابيع، انا مش هعرف اروح اقنع واحد انه يشتري كاميرا عكس كاميرا ديتكو او كاميرا تانية. فانا مش فاهم ايه الهدف مني. فاهم؟ لا انا مش عايزينك تبيع خالص. هو الهدف مش ان انت تبيع اصلا. احنا عندنا تيم ماركتينج مالكش دعوه بيه بالبيع، ده مش بتاعك. احنا عايزين ننشر وعي وفكر وثقافه عند المصورين مختلفه، لان كل ما الناس دي هتبقى مثقفه اكتر، كل ما هي البيزنس بتاعها بقى هيلسي اكتر، كل ما اعتمدت علينا اكتر. فلقيت الاستراتيجي بتاعتهم مفيده وكويسه، وفعلا ده الحل الاستراتيجي لاي شركه بره عايزه تفتح في سوق نامي زينا. عندنا بنقابل المصورين هنا بيقابلوا تحدي في سعر الكاميرات، فلاقيهم بيعملوا ديسكاونت كويسه، دعم للناس كلها بشكل حلو، سبورت على الكلام ده. فلاقي ان هم المحاضرات بتاعتك يا كريم، انت هتعلم الناس بيزنس وتعلم الناس اضاءه وتعلم الناس كذا تعلم الناس كذا، هم هيجوا مجانا. الله. طب وانتوا يعني وانا هاجي ببلاش؟ لا ده معلش يعني. فاللي هم يعني انتوا هتحاسبوا على المشاريب علشان خاطر طب ايه الموضوع يعني؟ فبقيت انا القنه حاسس ان في قنه برضو. فلقيت لا، ان القنه مش كده، هم عندهم استعداد يحطوا ميزانيه ضخمه مقابل نشر وعي وثقافه، وده بالتالي هيعود عليهم بعد كده. بالظبط كده، صح. وده انا لقيته في خطه في منتهى الذكاء واستراتيجيه ذكيه جدا، وين وين سيتويشن. فطبعا انا ان انا ممكن اعمل كورس ممكن يبقى غالي فالناس ما تقدرش تيجي، لكن هم عملوا اوبورتيونيتيز للناس كتير ان هم يحضروا فور فري. وهو فعلا انت عملت الكورس بتاعك كانت محاضره كبيره جدا، لقيتها جايه من محافظات، وواحد جاي من اسيوط وواحد تاني جاي من اسوان، وقال لي والله راكب طياره وجاي وهمشي من هنا على المطار راجع تاني. فلقيت ان في مسؤوليه كبيره عليا، فاهم؟ واتبسطت ان في ناس ايه ده يعني، انتوا اتبسطت بالمبادره دي. فاكيد انا معاهم جدا ومتحمس ان انا الفتره اللي جايه اعمل كمان شغل جديد، واقعد افكر معاهم في ان احنا هنقدم ايه.
يعني ما بقاش كورس عادي كمان. يعني انا مش في بالي كده خالص كمان. جامد يا كريم، مبروك حبيبي الله يبارك فيك الموضوع ده. وطبعا شرف ليا. يعني خلي بالك لما رجعت بالهيستوري كده الستيكر بتاع كانون انا كنت بحطه تحت تسريحه تحت بين الازاز فاهم فاهم تحت كده التسريحه كده بتفرج عليه. انا كانت بالنسبه لي طبعا الشركه حاجه جميله الصراحه. من اول ما بدات انا معايا كانون لحد دلوقتي. ففعلا الموضوع من قلبي هو صادق. حلو قوي. والله القعده معاك يا كريم ما بتخلصش والله العظيم. قعده حلوه اقسم بالله. احنا قعدنا لبكره. انا مبسوط بالبودكاست ده جدا جدا جدا. وانا جدا واتمنى تكون انت اتبسطت برضو. اتمنى تكون الناس استفادت واتبسطت. اخر حاجه بقى تقدر تقولها لاي حد الناس. يعني طولنا عليكم ولا لا احنا طولنا الصراحه. ما بقاش طولنا عليكم ولا اي حاجه ونبقى يعني كنا ضيوف. المشكله ان الحاجات دي هتتذاع في رمضان فمش عارف بقى ده واحد قاعد ده انت افتح الحلقه بعد الفطار. أيوة تخلص على السحور انت ولا لسه واكل اكله جامده انت وظروفك بقى. اي جمله اخيره تقولها للناس؟ لمين بالظبط؟ للناس بتوعنا الفيلد بتاعنا مصورين وخصوصا. بص احنا دايما انا حتى في الكونتنت بتاعي بستهدف الناس اللي هي لسه بتبدا او اللي عايزه تبدا مشوارها. الناس اللي هي في السوق خلاص هم خدوا كفايتهم ويعرفوا يتصرفوا. عايز كلمه كويسه او نصيحه كويسه للناس اللي لسه عايزه تخش في الحته بتاعتنا؟ بص انا مش عايز اقول لهم كلام انش عادي جدا. انا عايز فعلا افيدهم. هو ايه اغلب المشاكل او التشالنجز اللي بتقابل اي مصور صغير او لسه بادئ في المجال؟ اولا بيبحث عن العميل الهاي كلاس. مش عارف يسعر شغله وده احنا اتكلمنا فيها. دي كلمه فيها دي عنده مشكله في ان يبقى له دخل ثابت لان ظروف المهنه دي موسميه. تمام. ف6 شهور فيهم شغل و6 لا. فتلاقي اللي كسبوا في 6 شهور صرفوا في ال6 التانيين. عشان كده لازم يبقى فيه بلان ليهم. الحاجه الثالثه الاسعار بتاعه الاكويبمنت. بقى اي حد دلوقتي عنده تحدي انه عشان يطلع شغل حلو وكواليتي حلوه محتاج ينفست فلوس كتير جدا في المعدات. طيب ده هيعمل يعني ده التغلب عليه ازاي؟ اولا انت لازم يكون في مصدر دخل تاني ولو بسيط علشان يسندك في الوقت الديت سيزون. ده رقم 1. 2 ركز كويس جدا قبل ما تختار اي لينس. ما تروحش تسمع كلام اي حد. وبشوف مصورين ببقى يعني هو مش معاه الحاجات الستاندر ويروح يشتري 135 اصل العزل بتاعها حلو. انت مالك من العزل؟ عزل ايه؟ اشتري الحاجات المفيده ليك وفي شغلك. العدسه اللي مثلا ال50 هنشوف هتصور فيها بيها كام صوره على عكس عدسه مثلا زي ال100 ماكرو. فحاول تقتصد في الحاجات دي لان تختار صح. يعني اختار صح المعدات. استغل اوفرز. سعر صح. الوقت الديت سيزون ده انا كنت دايما بستغله ان انا اتعلم يا مونتاج، اتعلم كالرينج، اتعلم فيديو، اتعلم حاجه جديده انمي بيها مهاراتي وانمي بيها نفسي. ثالثا يعني انا نفسي يبقى في تعاون ما بين كل الناس اللي شغاله في الفيلد ده. وما يبقاش كل واحد عنده معلومه كويسه وصل لها يروح مداري عليها وكأن دي سر المهنه. مهنه ايه يا معلم؟ انشر وعي وثقف غيرك وفيد غيرك علشان خاطر ده اللي هيقعد لك في الاخر. ولما يبقى كله كويس في المجال هيبقى المجال ده كله شغله حلو نظيف. على فكرة احنا تاني ولا تالت دولة في العالم فيها كمية ويدنج. احنا بعد الهند. بره في عدد سكان اكبر مننا بس بيتجوزوش كتير مش زي عندنا. فشوف الهند مثلا منظر الصور بتاعتهم عامله ازاي ومستوى المصورين واصل لفين لان عندهم عدد سكان يعني 15 ضعف احنا مثلا ولا حاجه. فليه ما يبقاش ما بيننا الثقافه دي؟ لما هتعمل فولو لمصور شاطر اعمل فولو لمصور شاطر مش عشان هو مشهور. فلا انت امشي ورا الكويس الحلو ما تبقاش شغال ورا الكم مش الكيف. الفلوس جايه ورزقك هتاخده وربنا عادل في توزيع رزقه. فما يبقاش ده اللي شغلك وما يبقاش اللي شغلك خالص رقم وهمي على النت اسمه ريتش ولا لايكس. مش ده الموضوع. مش ده الموضوع حقيقي. بس جامد يا كريم. شكرا يا كريم على اليوم الجميل ده والبودكاست الجامد ده. انا اللي بشكرك على الدعوه حبيبي والله حبيبي يا كريم حبيبي. بس كده اتمنى تكونوا استفدتوا وبسطتوا من البودكاست واشوفكم البودكاست الجاي. سلام.